نبدأ على بركة الله. بسم الله. هوشنج، جسر الحكاية بين الشرق والغرب. في عالم السرد حيث تتقاطع الحكايات لتنسج ملامح الهويات، يبرز الروائي العربي البلجيكي هوشنج أوسي كمؤرخ للروح الإنسانية وكساحر أدبي يقتفي أثر التقاليد الشرقية ليعيد تقديمها بقالب غربي متجدد. هوشن ليس مجرد كاتب، بل هو ظاهرة أدبية نادرة تجسد التلاقح الحضاري، ذلك الجسر الممتد بين مآذن الشرق وأبراج الغرب، حيث يلتقي النسيم الصحراوي برذاذ المطر الأوروبي ليشكل معا معزوفة فريدة من نوعها. ولد هوشن وسط عائلة شرقية تقدس الكلمة وتعتبر السرد تراثا ممتدا من أجيال الحكائين الأوائل. نشأ في بيت تعمه الحكايات والأساطير، حيث كان يسمع عن أبطال ألف ليلة وليلة بقدر ما كان يستمع إلى أصوات الثورات والتحولات الكبرى التي عصفت ببلاده. لكن مصيره لم يكن البقاء في تلك الأرض، فقد حملته رياح الهجرة إلى بلجيكا، حيث وجد نفسه أمام عالم جديد مختلف، عالم لا يعرف قيود القصة الموروثة، بل يحتفي بالإبداع الحر والتجريد. ما يجعل أوسي استثنائيا هو قدرته على المزج بين المتقن بين روحانية الشرق وواقعية الغرب. في رواياته تسمع صوت الحكاء العربي بوضوح، بحرفية تمكنه من استحضار الصحراء بأسرارها والمدن القديمة بأزقتها والبازارات بألوانها وروائحها. وفي الوقت نفسه تجد نفسك أمام تقنية سردية غربية رصينة، حيث الحبكات المحكمة والبناء الدرامي العميق الذي يشبه هندسة الكاتدرائيات الأوروبية الشاهقة. لا يكتب هوشنج الصوت يا جماعة من فضلكم. قول يا دكتور الصوت من فضلكم. الصوت يا جماعة من فضلكم. لا يكتب انا هوشنج بقفل الصوت بس بلاش الله يعني يخليكم ممكن نركز كلنا محدش يفتح الصوت علشان مش كل شوية يكون في مقاطعات. لا يكتب هوشنج من أجل التسلية فقط، بل من أجل إحداث ثورة داخل القارئ تلمس في نصوصه قضايا الهوية والاغتراب والانتماء، تلك الأسئلة الأبدية التي تواجه الإنسان بين وطنه الحقيقي والوطن الذي يسكنه خيالا. عبر شخصياته عبر شخصياته يعيد تشكيل العالم مانحا صوته للمهمشين، أولئك الذين تاهوا بين ثقافتين يبحثون عن معنى في ظل شتاتهم. رواياته ليست مجرد نصوص أدبية، بل هي لوحات سينمائية تتحرك فيها الشخصيات ببراعة، تتحاور بلغات متعددة وتتنازعها تناقضات الشرق والغرب. أبطاله يعيشون حياة متوازنة بين الماضي والحاضر، يحاربون ظلال الاستعمار كما يواجهون أشباح العولمة في عالم يغرق ببطء في فقدان الهوية. إن لغة هوشن هي كنز بحد ذاتها، مزيج مذهل من جماليات اللغة العربية ومرونتها ورشاقة اللغة الهولندية التي تبناها في غربته. يكتب بجمالية تجعل القارئ يتوقف عند كل جملة، يعيد قراءتها ثم يغوص أعمق ليكتشف طبقات من المعاني المستترة. هوشنج ليس فقط رمزا للأدب المهاجر، بل هو دليل حي على أن الأدب قادر على أن يكون سفيرا للثقافات، وأن الحكاية يمكن أن تكون لغة عالمية تتجاوز الحدود واللغات. إنه ابن الشرق في الروح وابن الغرب في الأدوات، وكاتب الإنسانية جمعاء. في أدب هوشنج نجد الإجابة عن سؤال لطالما شغلنا: هل يمكن لشرقي أن يسرد غربيا؟ الجواب يكمن في صفحات رواياته التي تقف شاهدا على أن الفن لا يعرف حدودا، وأن الجمال حين يحلق في أي مكان يصبح ملكا للجميع. دعونا الليلة نبحر في إحدى أيقوناته السردية، رواية مبني للمجهول، وهي متاهة سردية تأخذ القارئ في رحلة غامضة بين ظلال الحقيقة وأوهام الذاكرة. في كل صفحة يواجهك سؤال ينخر في عمق الوجود: هل نحن صانع مصائرنا، أم مجرد دمى تتراقص على خيوط المجهول؟ بشخصياتها المتشابكة
وأحداثها الغارقة في الرمزية تنسج الواقع بالخيال، حيث تتساقط الأقنعة ويظهر الإنسان عاريا أمام أسئلة المصير بأسلوبها المتقن ولغتها الآسرة، تجعل مبني للمجهول من القارئ شريكا في فك ألغازها، في رحلة تأملية تشبه الغوص في مرآة تعكس أعماق النفس البشرية. إنها رواية تقرأ مرة لتسأل، وتعاد قراءتها لتكتشف. وقبل أن نبحر ونسأل ونكتشف مع ضيوفنا المبدعين، دعونا أولا نتعرف على ناقدنا المبدع الأول، الدكتور أحمد الصغير آل تمام، الذي حصل على دكتوراه في اللغة وآدابها سنة 2022، وله العديد من المؤلفات والإسهامات العلمية، منها كتاب العرب نشأتهم وأنسابهم وآدابهم وآراء المستشرقين حولهم، وكتاب بنو تميم ومكانتهم في الأدب والتاريخ تحقيقات وتتمات، كتاب طه حسين المفترى عليه، وكتاب نحو نظرية لتحديد التواريخ المجهولة مع تقريض من رئيس اتحاد المجامع العربية، وبحث بعنوان خالد بن جميل بين التحريف والتصحيح نشر في مجلة تراثيات، وبحث بعنوان علماء العرب الأوائل وقراءة النقوش والخطوط القديمة قيد النشر بمجلة الدارة. وله كتاب متاهة الهوية في رواية الأفغاني سماوات مفتوحة، السرد بين التاريخ والمتنقل، وكتاب العقل العربي في الأسس المبتكرة لدراسة الأدب الجاهلي لعبد العزيز مزروع الأزهري. سيرة مشرفة دكتور أحمد صغير، سيرة مشرفة وثرية، فمرحبا بك في فضاء السرد العربي، نادي الساردون يغردون، فأهلا ومرحبا بك. وتفضل دكتور أحمد، قدم مداخلتك. شكرا لحضرتك يا أستاذ رضا. ببدأ بالشكر الجزيل لنادي الساردون يغردون والقائمين عليه، وبشكر حضرتك على هذه الدعوة الكريمة، وبشكر الدكتورة جيهان والدكتورة نهال والدكتورة هدى، اللي الحقيقة حيرتونا في اسمها، ما عرفتش أوصل الاسم كويس عشان أعمل عنه بحث أو أقرأ عنها. نتيجة تقريبا خطأ في كتابة الاسم مرتين أو حاجة زي كده يعني. بس حبيت أقول لحضرتك إن قبل ما أبدأ إن الكتاب الأخير هو السرد بين التاريخ والمتخيل التاريخي، متاهة الهوية في رواية الأفغاني سماوات قلقة لهوشني كوسي. ده الكتاب الأخير. تفضل. لا مفيش مشكلة. الله يبارك في حضرتك. الحقيقة برحب بيهم كلهم، برحب بالسادة الحضور كلهم، لأني أعرف بعضهم وبعضهم لا أعرفه، فبرحب بالجميع. بعد كده أحب أقول الحقيقة أن هوشنيك بيكتب بحبكة لا بأس، يعني إن قلت أنها عربية محكمة، يعني حضرتك قلت غربية محكمة، ولا بأس أن تقول أيضا أنها حبكة عربية محكمة، لأن كثيرا من يعني الإبداع العربي والروايات العربية ترقى للمستوى العالمي في الحقيقة يعني. أحب أقول إن هوشنيك بيلفتني فيه كخطوط عامة، لأن مش هقدر أفصل كتير، إن الرواية في الحقيقة تحتاج لأكثر من قراءة، ويعني بعض الزوايا اللي لو نقدت منها الرواية قد تحتاج لكتاب مستقل يعني. لكن في كخطوط عريضة عند هوشنيك تلمح في كتاباته 3 مستويات بصفة عامة، وموجودين أيضا في هذه الرواية. المستوى الشخصي، بتشعر بهوشنيك ككاتب موجود، وطبعا ده حقه يعني، وأنا لا أتفق مع النقاد اللي بيقولوا أنه المفروض الكاتب أو المبدع يختفي عن إبداعه أو ما يكونش له وجود في الرواية. أنا أختلف مع هذه النظرة، وهذه نظرة قديمة، والعقاد رحمة الله عليه نقد هذه النظرة مبكرا جدا، ربما لو الذاكرة لا تخني في أواخر الأربعينات أو أوائل الخمسينات، وقال إن من حق الكاتب أو المبدع أنه يظهر في إبداعه، لكن إن كان يكتب رواية فيظهر، ولكن لا يجور بظهوره على الشخصيات اللي بتمثل الرسالة اللي هو عايز يوصلها من خلال الرواية بتاعته. فده بعد ملموح جدا في كتابات هوشنيك،
وأيضا من البعد الثاني اللي بتلمحه في كتاباته القضية الكردية. الحقيقة الأكراد محظوظون بهوشنك أوسي، يحمل همهم ويحمل قضيتهم، إن لم يحملها في كتابات أو انتقادات سياسية، فيحملها في رواياته. وهذا الحقيقة يعني أمر يحمد له كثيرا. فمطلوب بالطبع أن المبدع يجسد المجتمع الذي نشأ فيه والذي ينتمي إليه. وحتى هذه الرواية يعني الأخيرة مبني للمجهول تأتي بعد سنوات من الغربة، لكن هذه الغربة لم تنسه قضيته الكردية، وما زال يحملها ويجسدها في كتاباته. وأظن أن هي لما كتب رواية الأفغاني سماوات قلقة شغلت مساحة كبيرة، ربما تكون أكبر مساحة للشخصيات اللي هو عمل لها وحدات سردية، أقول وحدات سردية صغرى تشكل البناء الأكبر في الرواية، شغلت تقريبا المساحة الأكبر. وأظن في هذه الرواية أيضا تشغل هي الجزء الأكبر من حيث المساحة، من خلال شخصية محمود، الشخصية البطلة الأولى تقريبا في لا الثانية على ما أعتقد، لأنه في الأول اتكلم عن قصة الكونغو والمأساة بتاعت الكونغو اللي تسببت فيها بلجيكا. بعدها تعرض ل مسألة الأوضاع في الممتلكات بتاعت الدولة العثمانية في نهايتها، وجسدها من خلال شخصية كردية. البعد الثالث هو البعد الإنساني. والحقيقة هوشنك كما أشار الأستاذ رضا في تقديمه الرائع الذي أغناني عن كثير من الكلام الذي كنت أود قوله، في هذا التقديم أوضح هذا الأمر بجلاء، أن هوشنك فعلا في كتاباته بعد إنساني. وهذا تقريبا أهم ملمح في ملامح الرواية الجديدة، البعد الإنساني. ولكن لا أظن أيضا يعني أن هذا نشأ مؤخرا في الأدب الحديث، ولكن هو أيضا رؤية قديمة للنقاد، يعني كلما كان العمل المبدع إنسانيا كلما زادت جودته، وكلما ارتقى رقيا بعيدا. حتى أن العقاد أيضا لما جه ينقد الشعر كان بيحط ميزانه الأول هو البعد الإنساني، يعني وكان يرى أن الشعر الرائع حين يترجم إلى لغات أخرى لا ينبغي أن يفقد معناه ومدلوله الإنسان. يعني نعم تتغير الموسيقى، يتغير الوزن، لكن لا يفقد البعد الإنساني. والحقيقة البعد الإنساني يعني بعد هو أكبر وأشمل من الخلافات، سواء هذه الخلافات كانت عرقية، دينية، ثقافية. البعد الإنساني أكبر من كل هذه الخلافات. وهوشنك أيضا جسد هذا البعد في روايته مبني للمجهول تجسيدا واضحا من خلال عدة أمور، لعل أبرزها قصة الحب الذي ربما يصح أن نطلق عليه أنه الحب الممنوع بين شاب من خارج الطائفة الدرزية وبين فتاة درزية. وفي الحقيقة حطم فيها أكثر من حائل قد يحول دون هذا البعد الإنساني. يعني البعد الإنساني حطم كثيرا من الأبعاد، خلاف في الثقافة، لأن هذا الشاب يعني تعلم القراءة وهو كبير، بينما هي فتاة جامعية. البعد الطائفي، هي درزية وهو ينتمي على ما أظن وإن لم يظهر هذا هوشنك إلى الطائفة السنية. البعد الوطني، يعني هو جاي من الكرد وهي فتاة لبنانية.
كل هذه الأبعاد حطمها الحب، قصة الحب الممنوع. كما سنرى أيضا يجعل رجل الدين الدرزي اللي المفروض أن هو يعني يكون أكثر الشخصيات حرصا على تقاليد الطائفة وحرصا على عقائد الطائفة الدرزية، لكنه أيضا يحطم هذا البعد في سبيل البعد الإنساني، يعني ويرى أن الحب يغفر للخروج عن هذه التقاليد التي تمنع زواج الفتاة الكردية من شخص من خارج الطائفة. وطبعا الدرز هنا ربما يبرزون كمثال، وإلا فهناك كثير من الطوائف التي تمنع الزواج من خارج الطائفة يعني. أعود للمستوى الشخصي اللي هوشنك بيجسد فيه أحيانا وضع الكاتب، وجسد هنا يعني في البداية لعل يعني جسد أمرا يدركه كثير من السامعين، لأن كثيرا من قرأت ممن أتيح لي يعني أن أرى شيئا مما كتب عنهم على الإنترنت هم ناقدون ومبدعون. جسد أمرا يعانيه الكاتب في بعض الأحيان، يعني وهو أزمة الكاتب حين يشعر الكاتب بالمعاناة الشديدة في الكتابة. والحقيقة أن المعاناة أمر ملازم للكتابة، يعني الكتابة الإبداعية الحقيقية في أي مجال فيها المعاناة، سواء هذه الكتابة كانت كتابة علمية أو كانت كتابة إبداعية. لكي تخرج للناس شيئا جيدا لابد من الجدية ولابد من التعب والمثابرة، يعني التي كان هذه المثابرة لو أتيح لأحدكم أن يرى ندوة ربما تكون ندوة واحدة أو وحيدة مسجلة لطه حسين رحمة الله عليه، وهو ينصح الكتاب بالصبر والمثابرة والأناة حتى ينضجوا في كتابتهم. يعني هذه المعاناة يجسدها هوشنك حين يتساءل يعني ما القيمة التي تستحق أن أعاني من أجلها وأنا أكتب؟ لا قيمة يعني مادية توازي أن أضيع قدرا كبيرا من عمري وأنا أكتب حتى أمتع الآخرين. هذا يعني ربما ينبغي أيضا للقارئ وللناقد، والناقد أيضا قارئ يعني لكنه قارئ بدرجة أعلى من القارئ العادي، أن يراعيه. يعني لا تكن قاسيا على المبدع، لأنه يعاني في الكتابة الجيدة. الكاتب المبدع يعاني، والحقيقة هنا يعني أمر خاص ويعني يدور بداخله هو التوجه بالتحية لكل كاتب قادر على الإبداع في مثل هذه الأيام. يعني من بينهم الأستاذ رضا، أحييه على مجموعته القصصية الجديدة التي أخرجها، وهوشنك وكل من يستمع إلي الآن أو من لا يستمع وهو قادر على الإبداع في هذه الظروف التي أحيانا تجعل الإنسان يعني يفقد صوابه، يعني يفقد صوابه. لا يعني أحيانا الأمور أنت غير محتمل لسماعها وغير محتمل لرؤيتها وغير محتمل لمشاهدتها. فالقدرة على الإبداع مع هذا والكاتب المبدع غالبا يكون صاحب حس مرهف مع هذا الإحساس المرهف، ويكون قادر على الإبداع وقادر على حكاية دواخل الإنسان والتعبير عن دواخل الإنسان. هذا أمر يستحق التحية ويستحق التقدير يعني. فهو يعبر، لكن لمحت هنا شيئا ربما المتابع لإنتاج هوشنك يشاركني فيه، أن الكتابة في رواية الأفغاني سماوات قلقة كانت بالنسبة له ملجأ ومهربا من المعاناة ومن مآسي الحياة ومن قسوة الحياة، فيهرب إلى الكتابة.
بغض النظر هل هناك من سيقرأ أم لم يوجد من يقرأ، لكنها مهرب. الآن في هذه الرواية الأخيرة أصبحت الرواية يعني معاناة شديدة، لا يرى احمد أن بعد هناك. بعد اذنك 3 دقائق باقي الوقت. باقي 3 دقائق. اتفضل. طيب، شكرا لحضرتك يا أستاذ زرد. آه، كما يعني أعود مرة أخرى أنه يجسد معاناة الكاتب. لن أستطيع أن أفي لكن أن أفي بكل ما أريد قوله يعني، لكن أيضا لا يختفي عن هوشنيك هنا الرواية المعرفية. أعطانا معلومات عن أحداث الكونغو وما صنعه البلجيك في الكونغو. أعطانا خلفية عن الأوضاع في بعض ممالك الدولة العثمانية في آخرها. أعطانا معلومات عن الحرب العالمية في أوروبا، وأعطانا معلومات عن الحرب في فيتنام وفي أمريكا اللاتينية. أعطانا معلومات عن مقاساة الصحفيين وصعوبة عملهم. أعطانا معلومات عن طبيعة القادة العسكريين وكيف تكون الصعوبة حين يلتقيهم الصحفيون. أعطانا أمراض، يعني معلومات حتى طبية، يعني عن بعض الأمراض وكيف تنشأ وطبيعة هذه الأمراض وكيف تنتجها الفيروسات وشيء من هذا. أعطانا معلومات أيضا عن المجتمع شبه المغلق، المجتمع الدرزي. أعطانا معلومات عن بعض التقاليد في الكنيسة. أعطانا معلومات دينية عن خطبة الجمعة وكيف تكون وكيفية الخطابة. وهذه المعرفية لا تغيب عن كتابات هوشنيك أبدا، كما ذكرت ذلك بالتفصيل في كتابي السرد بين التاريخ والمتخيل التاريخي. ربما الأمر الذي أود قوله في نهاية هذه المداخلة المقتضبة، الجنس وتوظيف الجنس في الرواية عند هوشنيك. الحقيقة ذكرت له ذلك في كتابي السرد بين التاريخ والمتخيل التاريخي. وأنا قضية توظيف الجنس قضية كبرى يعني في العمل الأدبي، وهي قضية إنسانية بلا شك. لكن من وجهة نظري المتواضعة يعني، لأن كتبت فيها كتابات كثيرة جدا، أنه لابد من مراعاة الأوضاع الاجتماعية والخلفيات الثقافية للقراء. فأعتقد أن الرواية أحيانا تكون فيها شيء من التفصيل الذي لا داعي له للقارئ العربي. لأن أعرف يعني قابلت بعض باحثي الدكتوراه، يعني قابلت فتاة باحثة الدكتوراه وهي في الحقيقة يعني ربما كانت سنها تجاوز 40، ومع ذلك كان عندها معاناة في التعبير عن ألفاظ الكاتب وعن عما كتبه الكاتب الذي اختارته موضوعا لدراستها. لكن أنا لست ضد هذا إذا كان التفصيل يخدم العمل الأدبي. يعني إليكس هيلي في روايته جذور تعرض لمشهد جنسي وحيد، تقرأ المشهد الجنسي مع التفصيل تقرأه وأنت تبكي، لا تستطيع أن تتمالك دموعك وأنت تقرأه. لكن أحيانا ألاحظ عند أستاذ هوشنيك التفصيل أحيانا من وجهة نظري المتواضعة التي لا أدري هل يشاركني فيها غيري أم لا، أنه أحيانا يكون تفصيل بلا داعي، وهو من أقدر الناس على تجاوزه لأنه يتميز برشاقة العبارة أيضا، كما ذكر ذلك بشيء من التفصيل الأستاذ رضا في تقديمه الرائع الذي أشرت إليه. لا أود أن أتجاوز الوقت لأني أول المتحدثين، فأرجو أن أكون قدوة لمن بعدي. أشكركم جميعا في النهاية، هوشنيك والأستاذ رضا وجميع الحضور، وأكرر شكري أيضا لكل مبدع قادر على الكتابة في هذه الأوضاع العالمية التي يصعب التعبير عن مآسيها التي لم تكن تدور في خيالنا في وقت من الأوقات أننا سنراها أو سنسمعها. شكرا للجميع وتحياتي للجميع. دكتور أرجو احمد، أن أكون تجاوزت للوقت. سعيد طبعا، لا سعيد، انت طبعا ادرت الوقت بشكل رائع، وسعيد بحضورك معنا لاول مره، واوثق في هذه الروايه التي تستحق فعلا، واتمنى انها تكون المره الاولى ويليها مرات قادمه ان شاء الله معنا. شكرا جزيلا ده دكتور. شرف لي يا أستاذ رضا، شرف لي مشاركتك ومشاركة جميع الحضور. تسلم. القارئ لهوشن أوسي لابد أن يكون لديه قرار بالقراءة أولا،
وبعد القرار بالقراءة يكون لديه القدرة والمقدرة على التفكيك وبعثرة الأحداث ثم إعادة تجميعها مرة أخرى ليكون قارئا على مقاس أدب هوشنج بوسي. سعيد جدا بهذه المداخلة لدكتور أحمد، وننتقل الآن إلى صوت نقدي لبناني نتشرف بحضوره معنا للمرة الأولى، دكتورة هدى معدراني. وبعتذر دكتورة هدى لأنني أسأت في قراءة الاسم. دكتورة هدى معدراني أستاذة دكتورة في الجامعة اللبنانية كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مدربة وأستاذة في المركز التربوي للبحوث والإنماء، وهي ممثلة الأساتذة في الفرع الأول، وهي عضو هيئة تحرير مجلة دراسات جامعية في الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة اللبنانية. هي أيضا عضو في لجنة قبول مشاريع الماستر في اللغة العربية وآدابها في الجامعة اللبنانية، عضو في لجنة المعادلات في اللغة العربية وآدابها، وعضو هيئة تحكيم في مجلة سرديات القطرية، وعضو هيئة تحكيم سابق في مجلة المنافذ الأدبية. كل التحية دكتورة هدى، ومرحبا بكم في نادي الساردون غردون. نستمع إليك، تفضل. مساء النور، مساء الخير. بداية دقيقة صمت عن روح شهداء لبنان وغزة، مرفقة بدقيقة صمت أخرى عن روح صديق نادي الساردون يغردون الدكتور عاطف الدرابسة. أود أن أشير إلى أن ما سأقدمه هو قراءة عامة للرواية ولا يندرج تحت عنوان خاص أو محدد. تتألف رواية مبني للمجهول نقطة من أول السطر من 338 صفحة، مقسمة إلى فصول أو مشاهد تحت عناوين 5، لكل عنوان علاقة بقصة أحد نزلاء دار العجزة. الرابط بين القصص وجود أصحاب الحكايات في مكان واحد هو دار العجزة، وجميعهم مسنون لهم تاريخهم الذي عاشوه وعاصروه. لعلهم يمثلون عنوان رواية ياندس خبر غير مرغوب فيهم، أو هكذا يظنون. كما يجمع بين القصص أيضا موضوع الحرب قيمة مشتركة في كل القصص المختلفة ثقافيا وجغرافيا وزمنيا. يفتتح الكاتب الرواية بكلمة يلقيها ياندس خبر أمام الجمهور، محتفيا بتوقيع رواياته الجديدة غير مرغوب فيهم، أو هكذا يظنون، مستخدما أسلوب التعبير المباشر ليتولى سرد السطور الأخيرة راو من خارج الأحداث، هو الراوي العليم كلي المعرفة. ويستمر الراوي العليم في رواية الأحداث في الفصول اللاحقة مع أعطائه الشخصيات، ومنها توم فان ليندن فرصة القص والتعبير. الفصل الأول معنون وجوه، يمثل توم فان ليندن العامل الذات، ويتمثل العامل الموضوع لديه في كتابة رواية من واقع الحياة. يتحقق له ذلك من خلال محاورة بعض المسنين في دار العجزة، وهو دار النور والحياة في مدينة أوستند البلجيكية، ويستمع إلى قصصهم وتفاصيل حياتهم ومغامراتهم لتشكل رواياتهم متن رواية توم، وبالتالي رواية هوشنيك أوسي، إذ تشكل رواياتهم المتفرقة أحداث رواية مبني للمجهول، وتمثل قصصهم الوحدات السردية النواة والإدماجية لهذه الرواية المتشعبة الأحداث والممتدة الزمن والمتعددة الأمكنة. ويمثل المسنون الأغنياء المتروكون ورفاقهم الطريق. لا تبدو العلاقة واضحة بين الافتتاحية والفصل وجوه أو الفصول اللاحقة، إلا أن الكاتبة من خلال اعتماد حيلة الاحتفاء بتوقيع رواية جعل القارئ للوهلة الأولى يظن أن باقي الصفحات هي الرواية التي كان ياندس خبر يقدمها، لينتبه القارئ لاحقا أنه يقرأ رواية يكتبها توم فان ليندن. وهذا شكل تجديدا في بنية العمل. يشعر القراء أنهم إزاء 3 روايات، واحدة حقيقية ملموسة موجودة في كتاب وإن كانت أحداثها متخيلة، هي الرواية مبني للمجهول، و2
متخيلتين، واحدة كتبها يان دو سخيبر وأخرى كتبها توم فان ليندن، والاثنتان شكلتا رواية مبنية. يحمل الفصل الثاني عنوان المرأة البعوضة، وهو يجسد أول لقاءات توم فان ليندن بالمسنين، فيتحدث إلى المسن الأمريكي وتحدثه عن احتلال بلجيكا للكونغو وتفاصيل أخرى. تعود تسمية هذا الفصل بهذا العنوان إلى بعوضة عكست حبيب ماريكا أو ماريكي فمات ونقل لها العدل. ثم التقى توم الراوي أو العامل الذات الذي يكتب الرواية بالعجوز هيوا الذي ينتظر صديقه أرام، وعنوان الفصل ساعة هيوا المتوقفة. ولعل المقصود بالعنوان إن الزمن توقف لدى هيوا ساعة وفاة صديقه أرام، أو أن صاحب الساعة ينتظر عودة رفيقه أرام الذي لن يأتي لأنه مات، أو أن هيوا المتروك يعيش أياما زائدة وبالتالي هو غير مرغوب فيه، أو هكذا. وبينما كان هيوا يحكي حكايته قدم قصصا كثيرة، منها قصص أرام، والد فرهاد، والجيش العثماني، والانتداب الفرنسي، والبريطاني، والحياة الأكراد، وما هنالك من قصص كثيرة كلها متشعبة سياسيا وتاريخيا. بعد أن ينتهي حديث هيوا مع توم، ينتقل الأخير إلى فصل جديد بعنوان مراسل حربي، ويتحدث في هذا الفصل العجوز ماتياس الذي خدم 40 عاما في متابعة الحروب في العالم لصالح مجلة اليوم الثامن البلجيكية، ويزود توم بحكايات عن الحروب خلال 40 عاما من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. ينتهي الحديث مع ماتياس ويبدأ فصل جديد بعنوان جديد للحديث بقية، ومسن جديد هو القس بول دو أدنان الذي شكك بشهادات كل من تحدث مع توم واتهمهم بالكذب، مؤكدا أن ماتياس الذي ادعى أنه مراسل حربي هو المزارع بيرتو كوي الذي لم يسافر خارج بلجيكا وعلمه الوحيد مزرعته وحيواناته فقط. وهكذا عاد توم إلى نقطة الصفر أو إلى أول السطر كما ورد في الأرض. لكن المثير في الأمر كان حديث ماتياس الدقيق، والغريب أيضا عندما يعود توم إلى أرشيف موظفي مجلة اليوم الثامن ومراسليها يندهش بوجود صحفي اسمه ماتياس. ينهي توم روايته ويصدرها على الرغم من هذه الواقعة التي أعادته إلى نقطة السطر، وعلى الرغم من تشكيك العجوز القس بكل الحكايات، ولعل توم شكك بها أيضا. وعندما ينشر توم روايته يصله طلب صداقة وتهنئة على رواية من شخص اسمه ماتياس كاستلمان وصورة البروفايل العجوز المزارع الثري بيرت فرانكوي. مبني للمجهول، نقطة من أول السطر تتألف كما ذكرنا من 5 فصول إذا جاز لنا أن نسميها فصولا، غير متساوية الصفحات. يتناول كل فصل حكاية متشعبة تتناسل منها حكايات ما يذكرنا بألف ليلة وليلة. هي حكايات أو مشاهد تتضمن معلومات تاريخية وجغرافية واجتماعية وسياسية وأسماء شخصيات لها وجود في العالم الواقعي المرجعي، وتتخطى أحداث الرواية الحدود الوطنية والإقليمية لتعطي صورة بانورامية عن العالم وأحداثه منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى حتى بداية العقد الثاني من الألفية الثالثة. وعليه يكون التاريخ الرافد الأساس في تأليف هذه الرواية، وهذا ليس بغريب عن الفن الروائي الذي كان وما زال يستقي كثيرا من موضوعاته من التاريخ. نربط نهل الروائي موضوعه من التاريخ هشام بالتصدير الذي افتتح به هوشنيك روايته. يقول الناس أبواب بعضهم والأقفال والمفاتيح، الناس ألغاز بعضهم والعتبات والمتون. فيمثل هذا القول إشارة إلى إفادة الناس بعضهم لبعض، وخير دليل على ذلك الرواية. فما كان هذا العمل ليبزغ ويرى النور لولا حوارات أجراها العامل الذات توم فان ليندن مع المسنين بوصفهم خزائن حكمة وذاكرة، وقد مثلوا أبواب معرفته ومفاتيح روايته ومتنه. وليس بالضرورة أن يكون المقصود هنا الأفواه فقط أو الرواية الشفهية، إنما الأقلام والنصوص المقروءة هي خزائن معرفتنا أيضا وأبواب حياتنا، وهذا يأخذنا إلى الطناس
وتعريفه بأنه إلى حد ما التداخل النصي والمعرفي، وأن أي نص هو فسيفساء نصوص، وكل نص يبنى على ما سبقه، وبناء عليه ما كانت هذه الرواية لتظهر إلى الوجود لولا قراءات الكاتب وثقافته وأفعال الناس وأخلاقهم. يدفعني هذا الكلام إلى رأي خاص لا أطلب من أحد تبنيه، لكنه وجهة نظر وعرضة للنقاش، امتثالا لقول هوشنيك الذي كتبه توم على حساباته في مواقع التواصل: اخلص لفكرتك ودافع عنها، تخلص لك وتتعاون معك في التحرر منها والتوجه إلى فكرة أخرى ربما تناقضها أو تفندها، الأفكار التي لا تنجب نقائدها قيمة. أعود إلى الرأي الخاص، وهو أن كل ما يكتب هو تجربة ذاتية أو جزء من سيرة ذاتية، لكن لا أقصد بالتجربة الذاتية أو السيرة الذاتية أحداثا عاشها الكاتب واختبرها وأثرت فيه فحسب. فالكاتب لا يكتب فقط من خيالاته ووحيه وإلهامه، بل جزء كبير من كتاباته هو أحداث قرأ عنها أو سمعها أو شاهدها أو تأثر بها، وهذه صفات الكاتب المثقف الكبير، لأن الإبداع لابد له من روافد، وهذه الروافد هي التجربة. ولأن تجاربنا في الحياة قليلة، لأن سنية عمرنا قصيرة، فإننا نحصل على تجاربنا ونعيشها في الكتب التي نقرأها وتصير جزءا منا. وهذا يتوافق أيضا مع ما قاله هوشنيك على لسان القس بول دو أردنمانس في رأيه بالروايات والمؤلفات التي علينا أن نقرأ، هي تلك التي تضيف إلى ذاكرتنا المزيد من الذكريات، وبالتالي تصير جزءا من حياتنا ومن تجربتنا. واللافت أن الراوي أثبت القول نفسه، الناس أبواب بعضهم على خلفية الرواية، مضيفا إليه مقطعا مستلم من نهاية الرواية، نتوهم أننا نتأقلم مع الزمن، إلى أن يقول: لا وجود لشيء اسمه العدم، هناك شيء اسمه الغيب مبني للمجهول. وقد جاء هذا القول على لسان بول دو أردنمانس، وبالنسبة إلي يمثل بول دو أردنمانس الجانب الفلسفي أو الحكمي أو العقل النقدي المشكك والباطني لهوشنيك، وما يعزز لدي هذا الافتراض اختتام الرواية بمقابلة توم لهذه الشخصية. ومن المتعارف عليه أن الصفحات الأخيرة في الكتاب هي أكثر ما يعلق في ذهن القارئ، وبالتالي يبقى تأثيرها في المتلقي فضلا عن اقتطاع كلماته وإثباتها على الغلاف، إحدى العتبات التي تمثل أهمية كبرى. وقد قدم بول دو أردنمانس رأيه في أمور كثيرة، من المحتمل أيضا أن تكون هذه الآراء هي نفسها القيم التي يحملها. أعود إلى القول المستلم من الرواية والمثبت على خلفية الغلاف، وأتوقف عند كلمة الغيب الذي استخدمه القس بوصفه بديلا عن مصطلح العدم. تأخذنا كلمة الغيب إلى العنوان وإلى نسب القس لكل الحكايات التي سمعها توم من نزلاء دار العجزة. كل ما أخبروك به هو كذب، لكن سواء أكان كلام القس صحيحا أم لا، فهو جزء من الغيب الذي دافع القس الذي دافع القس عنه. فما يغيب عنك ليس العدم، إنه حقيقة أو معرفة موجودة لكنها غائبة عنك وحاضرة لدى غيرك. كل ما يقال هو وجهة نظر، فالحقيقة في معقول الرواية هي وجهة نظر، والمخفي في هذا الرواية يشير إلى اختلاف الآراء بين الناس. وإذا قدر لهوشنيك نفسه أن يعيد كتابة الرواية سيكتبها بطريقة مختلفة، وربما ستنطق بدلالات جديدة ومغايرة، لأنه حتما سيكون تحت تأثير نفسي وثقافي واجتماعي مغاير، ذلك لأن الإنسان لا يسبح في نفسه. لذلك لم يمتنع توم عن طباعة الرواية ونشرها على الرغم من اقتناعه بما ذكره القس، وقد لمس بذلك بنفسه عندما أخبرته دار المسنين عن عدم وجود موسين كان مريضا. بناء عليه يقدم نشر الرواية رؤية هي دعوة لقبول وجهة نظر الآخر المختلفة، وهذا يدعم القيمة المسيطرة على الرواية، وهي نبذ الحروب والدعوة إلى السلم والسلام. على هدي ما سبق يجدر بي أن أشير إلى أن القارئ يلحظ عداء الكاتب للعثمانيين وتركيا في أثناء حديثه ولتوم، ويتبنى القارئ هذا الاتهام متسرعا بناء على هوية الكاتب وانتمائه الكردي، لكن سرعان ما يتضح للقارئ عدم صحة ظنونه وتتجلى دعوة الكاتب للسلام ونبذه للحروب، مسلطا الضوء على بشاعة الحروب باعتبارها الكارثة التي جردت الإنسان من إنسانيته من خلال التحدث عن ماضٍ مجبول بالحروب والنزاعات والتفاصيل المؤلمة، منتقدا الزعماء المستبدين بنظره
مثمنا مشاعر الحب النبيلة والثانية. فضلا عما سبق تبدو دعوة الكاتب إلى الانصهار الاجتماعي والعالمي من خلال الزواج بين الطوائف والإثنيات والأعراق المختلفة. فالمسلم السني يتزوج درزية، والكردي يتزوج بلجيكية، والعربي يتزوج غير عربية، وهذا غير خير دليل على حبه للسلام، وكأن السعادة الحقيقية تكون بالابتعاد من التمييز العرقي والطائفي وبرفض الحروب. ولعل الحيز الجغرافي الممتد الذي تناوله الكاتب في الرواية يحمل دلالة، وهي أن الكون على اتساعه يرزح تحت عبء مشترك هو الحرب وبشاعته، وهذا يحمل دلالة الحقبة الزمنية الممتدة أيضا لتبين أن حياة الإنسان سلسلة حروب، أما آن له أن ينتفض عليها. أخيرا يقول هوشنيك أوسي في إحدى مقابلاته إنه تعب وهو يكتب الرواية، ولا ضير أن يتعب القارئ بدوره في أثناء القراءة ما دامت العملية الإبداعية التشاركية بين المبدع والمتلقي. ويقول أيضا إنه قدم للقارئ الفائدة والمتعة، فكيف وهل حصل الفائدة؟ الرواية التي بين أيدينا حقا متعبة لأنها تشبه البحث العلمي من حيث الكم الهائل للمعلومات التي قدمها الكاتب. فكل نزيل من نزلاء دار العجز سلك خطا مغايرا جغرافيا ومعرفيا، وهكذا شكلت الرواية خزانة معرفية يحلو للقارئ أن يغرف من هذا الكم الهائل من الأحداث التاريخية المتباعدة مكانيا ذات الحمولة الاجتماعية والسياسية. ولعل الرواية في أغلب أحداثها ليست جزءا من الخلفية الثقافية للقارئ العادي، وهذا يدفع القارئ إلى البحث والسؤال والقراءة لملء الفجوات التي أحدثتها الرواية، وبذلك يكون القارئ قد حصل على المتعة والفائدة في أمره، وقد قدم الراوي هذه المعرفة بأسلوب روائي سلس وانسيابي، وأجاد تشبيك الأحداث وربط مصائر الشخصيات، ولم يمل القارئ الذي حفز فكره حتى يستوعب العنوان ويتقبل الخاتمة التي قدمها القيس بول دي أردنمانس الذي رفض كل تلك الروايات التي سمعها توم ودونها وقرأناها نحن. هو فضاء مليء بالفجوات يملأه القارئ بحسب ثقافته وإدراكه، وهو مساحة حرة لاجتهاد القارئ وتأويلاته بغموضها المغري. فكل شيء كما في العنوان مبني للمجهول. الحياة لغز كبير ما على الإنسان إلا أن يجتهد في قراءته، وقد نتعثر في أثناء بحثنا عن الحقيقة ما يجعلنا نضع نقطة ونعود إلى أول السطر. فهل تنسف النقطة كل ما مضى؟ وهل يعيدنا أول السطر إلى بناء معرفة جديدة خالية من الذاكرة السابقة؟ يظن القارئ أن الكاتب سيمحو كل شيء وهدى بعد إذنك دقيقتين، قدامك دقيقتين. لكن توم نشر الرواية ما يفيد الاستمرارية وقبول الجديد والمغاير والمختلف والسعي إلى البحث وعدم التوقف. في الختام أريد أن أنوه بهذه الرواية، لكن بالنسبة إلي ما يعطي هذه الرواية جماليتها وفرداتها ليس الكم الهائل من الحصيلة المعرفية التي يفوز بها القارئ بعد قراءة الرواية فحسب، إذ يمكنه الحصول على هذه المعرفة من كتب التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والسياسة. فهذا كله لا يصنع رواية جيدة، إنما تجلت فرادة الرواية بالبناء المحكم والمركب الذي ناسب الفكرة. اللافت في الرواية هو المقدمة التي تمثلت في كلمة الكاتب ويان دو سكيبر وحوار توم الأخير مع القس الذي نسف كل روايات المسنين التي دونها توم، ما خيب أفق المتلقي إضافة إلى شخصيات ماتياس التي بقيت ملتبسة لدى القارئ، والخاتمة التي تركت القارئ يترجح بين الشك واليقين، والتي تشبه إلى حد كبير لحظة التنوير في القصة القصيرة. فبعد هذا البحث الطويل في الأحداث جاءت الخاتمة المفاجئة لتنسف كل ما سبق، كالقنبلة فجرت كل شيء في ذهن المتلقي وفتحت أمامه آفاقا واسعة يبنيها بأفكاره. أضف إلى ما سبق العنوان المتخيل المخاطر إن كلام القس وتشكيكه في روايات زملائه يسمح لنا أن نشكك بكلامه أيضا، وبناء عليه كل ما قيل وما يقال مبني للمجهول، فالحقيقة بحسب مدبر السرد غير موجودة. كل شيء في حياتنا في علم الغيب كل يتلقاه بطريقة مختلفة، حتى أن طلب الصداقة الذي وصل إلى توم يدخل في حيز الشك واليقين، التخيل أو الواقع، ويبني عليه القارئ. أخيرا لابد من الإشارة إلى كثرة المشاهد الجنسية غير المسوغة في الرواية. فهل يعود السبب إلى اقتناع الكاتب بما ذكره الراوي بأن الجنس في كثير من الأحيان لا يكون تعبيرا عن الحب وحسب، بل وسيلة وغاية في الآن عينه بهدف استرداد التوازن والعودة إلى الحياة مع كل ما يناقصها من هموم ومشاكل وأعباء؟ أو لعل الكاتب يعتقد بأن الرواية أسوة بالحياة لا تكون بلا حب والجنس، فالحب والجنس أساس استمرارية الوجود، والجنس في الرواية
يسهم في شعبيتها وانتشارها واستمراريتها. يعطيكم ألف عافية. أعتذر عن الإسراع في القراءة حتى لا أتخطى. شكرا جزيلا دكتورة هدى معذراني، وسعيد بحضورك معنا الأمسية، وإن شاء الله نتمنى حضور يدوم باستمرار إن شاء الله. أشارت الدكتورة هدى إلى شيء مهم جدا في هذه الرواية، وهي أنها رواية متعبة، وبالفعل حتى أن هوشنك حينما يتحدث فإنه يقول أن أنا أكتب العمل وأجتهد وأتعب عليه، فلماذا لا يتعب القارئ والناقد ويبحث كما أبحث ويكون على مستوى ثقافتي وفهمي؟ فالسؤال اللي هنوجهه لهوشن في النهاية برضو هو السؤال اللي أشارت إليه الدكتورة هدى، هو المشاهد الجنسية. يعني ركز للسؤال ده إن شاء الله في آخر الحلقة لأن السؤال تكرر. طيب، نعود مرة أخرى إلى صوت نقدي مختلف. حقيقة أنا أعده صوتا نقديا مختلفا، وسعيد بعودته إلينا مرة أخرى، لأن الدكتورة الناقدة الأستاذة نهال القويسني كانت من المؤسسين لنادي الساردون يغردون، وسعيد بعودتها إلينا مرة أخرى. الدكتورة الأستاذة نهال القويسني درست العلوم السياسية في جامعة القاهرة، عملت في مجال التنمية الدولية لمدة 3 عقود، معظمها بالبنك الدولي بالقاهرة وواشنطن وعدة دول بإقليم الشرق الأوسط. قدمت بعدها خدمات استشارية لمؤسسات تنموية دولية في مجال التواصل المجتمعي. تشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة كير مصر للتنمية، وهو عمل تطوعي. اختارت الأستاذة نهال التقاعد من البنك الدولي سنة 2016 لتتتبع شغفها القديم في الثقافة والأدب، وبدأت مساهمتها في مجال النقد الأدبي الحر عام 2018، وشاركت منذ ذلك التاريخ في العديد من الندوات والصالونات الأدبية. تتيه يعني تفتخر وتتباهى بأنها قارئ مخضرم ب3 لغات لما يزيد عن 50 عاما. فأهلا بك ومرحبا بقراءتك المتميزة أستاذة نهال، تفضلي. مساء الخير. شكرا أستاذ رضا على هذه التقدمة يعني الفاخرة. أرجو أن أنا أكون استحقها. للعجب أن الأستاذ هوشنج أوسي موجود على قائمة أصدقائي على الفيسبوك، ومع ذلك يعني لم تتح لي الفرصة للاطلاع على منتجه الأدبي إلا من خلال نافذة الساردون يغردون. وأنا بشكر القائمين على النادي إن هم أتاحوا لي هذه الفرصة، لأنه الحقيقة يعني العمل الأدبي الذي طلعته يستحق فعلا التوقف أمامه والغوص في أعماقه. زي ما تفضل الأستاذ رضا وقال إنه أنا مش ناقد محترف، أنا شخص شغوف بالأدب والثقافة والقراءة لمدة طويلة. فقراءتي قد تكمل من سبقني الأساتذة النقاد، اللي طبعا يصعب أن يعني يأتي المرء بجديد بعد ما قالوه. ولكن أنا يعني هستسمح السامعين والكاتب الأستاذ هوشنج إنه يتسع صدره لقراءة قارئ متعمق تعود على تحليل الأعمال الأدبية من زاوية غير تقليدية. أنا قدام عمل أدبي كتبه طائر محلق فوق سماء الحياة. هي رؤية شاملة للأحداث وللأفكار وللتصرفات وللعلاقات بكل صورها ومن كافة جوانبها. والحقيقة العمل محمل بالأفكار ومحمل بالقيم ومحمل بالرسائل بصورة يمكن لو كنا قسمناه على 4-5 أعمال منفصلة، كل واحد فيها كان هيكون عمل دسم جدا ومحمل بالأفكار القيمة. فمش هقدر أدخل في تفاصيل كثيرة علشان محدودية الوقت، يعني الأمر يقتضي مثلا ما يزيد عن الساعة علشان أدخل في تفاصيل كل حاجة. إنما الأستاذ هوشنج طاف بنا في من مرحلة تاريخية يعني واسعة، من زمن قديم من أيام الحرب العالمية إلى الزمن المعاصر، وشرح لنا أبعاد القضية الكردية بصورة لم نكن أعتقد أنه أغلبنا لم يكن يدري بتفاصيلها، وهو أمر جيد جدا. وطاف بنا أيضا على مدى واسع جدا جغرافيا وفكريا وعقائديا واجتماعيا.
بصورة يعني فيها زخم كبير وثراء إنساني. إن دل على شيء يدل على أنا لست هنا أمام شخص يعني موسوعي المعرفة أو يستعرض معارفه السياسية والجغرافية والتاريخية والإنسانية فقط، لكنه يخلق هذا الخط بين كل هذه الأحداث ويرسم لنا خطا طويلا نخلص في النهاية منه إلى أن نسأل أنفسنا عن الأفكار الكبيرة، عن الأيديولوجيات العظيمة، عن الثورات، عن الانقلابات، عن الأحداث الجسام التي راح ضحيتها أبرياء من الشعب. وهل كان الأمر يستحق كل هذا العناء؟ من هو المستفيد؟ وهل فعلا المنظرين للأفكار إذا ما أتيح لهم تنفيذ هذه الأفكار على أرض الواقع يجدون فعلا أن ما فكروا فيه، وحتى لو كانوا يعني يصدقونه من أعماق قلوبهم ويرون فيه الخلاص للبشرية من ألمها المختلفة، فالنهاية تكون مغايرة لذلك. الرسالة دي جاءت في أكتر من معارض القصص اللي جاءت على لسان الشخصيات والأبطال والراوي العليم بصورة بالنسبة لي كاشفة. والحقيقة أنا أوافقه جدا على هذا الطرح، وهو طرح يعني في قدر كبير جدا من الوعي والتأمل، وهذا ما يميز هذا العمل الأدبي. هي ليست مجرد سرد لأماكن جغرافية وأحداث معينة وشخصيات، سواء كان بعض منها حقيقي أو بعض منها يعني خيالي من نسج خيال الكاتب، ولكن أنا هنا أمام ملحمة إنسانية نحن طرف فيها، يعني تثير سجون كل شرقي كائنا ما كان انتمائه العقائدي أو العرقي، إلى درجة يعني تفصيلة صغيرة يعني حين أتت عن السابقة والمعابد التي يبنونها على حافة النهر. هناك تفاصيل كثيرة جاءت في هذا العمل، ليس الغرض منها أن يعني يعلمنا بهذه التفاصيل، ولكن أن ينبهنا إلى أن كل من هذه الطوائف يرى نفسه على حق، يرى الحقيقة فيما يعتقده هو وفيما يمارسه هو من شعائر، وليت الأمر يتوقف عند ذلك، ولكنه يتجاوز ذلك إلى اتهام الآخرين أنهم على باطل طالما هو على حق، فإذا هو يمتلك الحقيقة المطلقة والآخرين يعني غير موجودين بالنسبة له أو هم على ضلال. كما أيضا نقل لنا نبض الشخص البسيط الذي يؤمن بقضية أو يعني ينتصر لقائد وهو ساذج، يعني لا يعلم عن الحقيقة إلا ما يسمعه وما يحشى به عقلي من كلماته. ظلم المجتمعات لأفرادها على أسس يعني إقصائية نتيجة أفعال لم يأتوا هم بها، وإنما مثلا أتى بها والدهم أو أخيهم. ممارسات كثيرة فردت يعني قماشة واسعة من ليست، هو لم ينتقد على فكرة، يعني هو عرض علينا كل هذه الأمور من نظرة يعني نظرة شخص كما يقولون في الإنجليزية أو نظرة الطائر المحلق فوق سماء هذه المنطقة، واستعرض معنا كل ما مر بنا من أحداث وأفكار، وأضاف عليها الزاوية الغربية، وجهة النظر الغربية في هذه الأحداث، وكيف يرى الغرب الأفكار والأحداث، وكيف استخدم واستعبد الغرب الأوروبي الجنسيات المختلفة في منطقتنا العربية واستغل خيراتها وهكذا. فهو استعراض يعني بانورامي كبير جدا من خلال
مرحلة تاريخية ممتدة لعصور طويلة. وأعتقد أنه الأستاذ هوشن كده حمل نفسه عبء كبير جدا، لأنه دقق أكيد في معلومات معينة في تواريخ وشخصيات وأحداث وأفكار. يعني أكيد أنه بذل جهد كبير جدا علشان، لكن هذا العمل ليس توثيقيا، هذا العمل فكريا فلسفيا عميقا جدا جدا. صوت انقطع. أستاذة نهال، واضح إنه في مشكلة في التعقيدات الأخرى إن كان يتسع صدر الأستاذ هوشنج لها. أولها أنه هناك حرص على ذكر أسماء كثيرة جدا ليست مؤثرة في العمل الأدبي وليست في متن العمل. يعني طيب سجل السؤال عما ترجع يا هشام. للأسف يعني هي الملاحظة ما أكثر سمعت. من طيب يعني دكتورة ممكن نهال. تجمع دكتورة الملاحظة. نهال. أيوة. أجب في النهاية يا هشام بعد نعم نعم، بس الدكتورة تكرر الفكرة الملحوظة اللي سجلتها على العمل، لأن الصوت انقطع. ما فهمت. طيب قالت حاضر. أن استخدام طيب. الأسماء بكثرة، أسماء مهمشة أو هامشية لا يعني حضرتك ذكرت أسماء ناس كثيرة ليست في صلب العمل. يعني جاءت أسماء كثيرة جدا في أكثر من مكان ليست في صلب العمل ولا تخدم البناء الدرامي له. دي حاجة. الحاجة الثانية ممكن مثال. ممكن فاكر حضرتك الوقت اللي تم فيه إعدام بعض الناس في لبنان، 10 أو 15 شخص اتقال أيوة. أساميهم كلهم، وكل واحد فيهم طلع على اتحط الحبل حوالين رقبته زق هو نفس المشهد، لكن اسم 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 اسم. ولكن يعني مع احترامي طبعا أكيد يعني إنه الرواية مش مفروض إن هي تتحمل حاجة زي كده. برضو عندي ملحوظة أخرى لو كان يعني صدر حضرتك يتسع، إنه في بعض الأحيان حضرتك انبريت لعرض فكرة معينة مش على لسان شخص ولا بلسان الراوي العليم، ولكن كتعقيب على أحداث أو على كلام قاله شخصا. فهي الأفكار على فكرة الأفكار دسمة جدا، وهناك مقاطع في منتهى يعني الدسامة والمنتهى العمق تستحق أن الواحد يتوقف أمامها ويقرأها أكثر من مرة. قصدك يا لكن أستاذة نهال على لسان الروائي وليس الراوي العليم؟ أيوة. تمام. في مقطع بالذات يعني ناحية الأواخر، يعني أعتقد أنه هو الصحفي فيه تغلب على الكاتب. يعني ما كانش مفروض، يعني فيه أفكار كتيرة جت على لسان الشخصيات، وهذا أمر مقبول وهذا يعني قمة الحرفية. إنما مش مفروض أنه الكاتب يعقب برأي، وإن كان الرأي قيما وجيدا جدا ويعني مشروح بصورة جيدة، إنما ما كانش مفروض حاجة زي كده تحصل. إنما إحنا أمام عمل قيم جدا أدبيا وفكريا واجتماعيا وجغرافيا وسياسيا وفلسفيا وإنسانيا. هي دعوة للتأمل في كنه الحياة فيما نقتنع به وفيما نراه ونسمعه ومدى مصداقيته، والمقابلة ما بين الحق والضلال، الخير والشر. أين الخط الفاصل هنا بينهم؟ سوف أكتفي بهذا القدر عشان ما أخدش من وقت الناس. شكرا جزيلا يا أستاذة نهال، ووعدينا إنك ما نفقدكش مرة تانية، لأنك بصراحة أكيد إن شاء الله. صوت أكيد. نقد مميز بالنسبة لنا، وبنحب إن احنا نسمعك. شكرا لحضرتك. ميرسي أوي. شكرا. فعلا الرواية رواية هوشنج أو كل أعمال هوشنج كما قلت تعيد تفكيك الثوابت ثم تعيد تشكيلها مرة أخرى بوعي جديد. فيجب على كل قارئ لهذا العمل أو أعمال هوشنج أن يكون متيقظا تماما منذ مطلع الحبر الأول حتى نهاية الرواية. الآن سيكون معنا
الدكتورة جيهان. ثواني يا دكتورة بعد إذنك. الدكتورة جيهان دمرداش هي طبعا قبل كل شيء مدير نادي الساردون يغردون، وهي أستاذ مساعد الأدب والنقد، موجه فني لغة عربية وخبير مناهج بوزارة التربية والتعليم العالي بالكويت، باحثة وناقدة ومهتمة بالسرديات والدراسات الثقافية والنظرية والأدبية والشعر العربي قديمه وحديثه، كاتبة وناقدة أدبية لها العديد من الإصدارات والبحوث العلمية المنشورة في المجلات والدوريات المحكمة دوليا وعربيا، شاركت في العديد من المؤتمرات العلمية والأدبية. دكتورة جيهان لها كثير من الإصدارات، من هذه الإصدارات كتاب نقد بعنوان شعر محمود حسن إسماعيل بين الوجدان الفردي والوجدان الجماعي، وكتاب نقدي أكاديمي بعنوان الرواية المصرية في القرن الحادي والعشرين، تحولات البنية وتقنيات السرد، ولها مؤلفات مشتركة مثل تمثلات الشخصية اليهودية الصهيونية في الرواية العربية المعاصرة، دراسة بعنوان الشخصية اليهودية بين الانغلاق والانفتاح المجتمعي، اتحاد العلماء والأكاديميين العرب. لها أيضا ربيع القرون، مسارات التلقي ومستويات التأويل، دراسة بعنوان الإبداع والوباء والحب، ملامح التميز أيضا العلمي والمنهجي لعلماء المسلمين قديما، قراءة في كتاب شمس العرب تسطع على الغرب، كتاب جماعي المركز العربي الديمقراطي في ألمانيا. أيضا لها كتاب استكتاب جماعي دولي محكم حول تكنولوجيا الصورة وثقافة التأثير، التحولات والتطورات الحديثة، أكاديمية الوهراني للدراسات العلمية والتفاعلية الثقافية، محور تكنولوجيا الصورة وتحولات الأدب. لها عديد من الترجمات مثل مراجعة الترجمة من الإنجليزية للعربية لرائعة إدموند سبنسر ملكة الجان الجزء الأول الدار العالمية للنشر، ومراجعة الترجمة من الإنجليزية للعربية لرائعة الشاعر الإنجليزي ألكسندر بوب القصيدة الساخرة. ولها أيضا أعمال تحت الطبع مثل جماليات الحوار في القصة القصيرة، والقصة القصيرة في الفضاء الإلكتروني، والأدب النسوي المعاصر في ميزان النقد، والقصة القصيرة من المحيط إلى الخليج، وطبوغرافيا السرد والحرب. سيرة زاخرة وزاخمة دكتورة جيهان، ونسعد أن نستمع إليك. تفضل. مساء الخير. أولا شكرا جزيلا على التقديم، فقد اعتدت أن أقدم الناس هنا في الساردون يغردون، فدي كانت أول مرة يعني أن يقدمني يعني أحد، فأشكرك جدا أستاذ رضا على هذا التقديم. وأشكر طبعا أستاذ هوشنج الذي جمعنا في هذا الحفل المتميز، هذه الأمسية التي لها طابعها الخاص. أيضا أقدم كل الشكر والتقدير للسادة النقاد الذين سبقوني، خاصة وعن هذه الأمسية أيضا يعني ساعدنا فيها بأصوات نقدية لم نكن نعرفها قبل ذلك. دكتور أحمد الصغير سعدت جدا بقراءته، الدكتورة هدى يعني سعدت بها أيضا كناقدة وكصديقة أيضا من خلال التواصل معها. والعزيزة طبعا الراقية جدا أستاذة نهال بعودتها، لأنها يعني كانت يعني وجودها كان في الفترة التي تسبق وجودي ربما، فلم أشرف بأن يعني تكون معي في أمسية نقدية. وأشكر طبعا هذا الحضور الطيب من الجميع. ويعني يمكن من سبقني لم يترك لي شيئا لأقوله، لكن سأتفق مع الجميع حول أن يعني كما تعب وبذل جهدا كبيرا أوشينج في هذه الرواية وفي يعني كل أعماله، وهذا ما عهدته عنه، فهذه ليست المرة الأولى التي أناقش فيها عملا لهوشنج. فالرواية بالفعل أتعبتني، ويعني يعني هي تحتاج إلى قارئ نوعي لا يقرأها بغرض التسلية يعني والمتعة، لا يتعامل معها كما يتعامل القارئ مع رواية ممكن يقرأها ويتركها ويأخذها وينام عنها. لا، لابد يكون في حالة انتباه مستمر لكل كلمة، حتى إذا شرد ذهنه لابد أن يعود ويبدأ من أول الصفحة مش من أول الصفحة. ما قدمته هذه الرواية من أسئلة كبرى، يعني تحدث
عنها أستاذ رضا في مقدمته تجعلني وأنا أتعامل معها أحتاج إلى أن أخلع عباءة النقد وأتعامل معها كقارئ يعني استمتع بهذه القراءة ويعني وقف وراء ما قدمته هذه الرواية من تقنيات عالية جدا تحتاج إلى أن يعني يقف عندها ويحللها الناقد. ولكن إذا قلت من باب الميتا سرد فهذه الرواية تفتح العقل على تساؤلات كبرى تجعلني أنا يعني أعيد طرح هذه التساؤلات على نفسي وعلى ذاتي ما طرح من خلال هذا النص. وأظن أن هذا يعني قمة ما يمكن أن يصل إليه الكاتب في أن يتفاعل معه القارئ إلى هذه الدرجة التي يصل إليها بأن يعيد طرح هذه الأسئلة على ذاته ويعيد هذه الأسئلة الجوهرية ليقيم هو نظرته ومواقفه من الحياة. ولذلك عندما يعني فكرت كيف أتناول هذه الرواية وهي يعني لها مداخل كثيرة، وكما قال دكتور أحمد الصغير في بداية حديثي أنها تحتاج إلى أن يعني حتى نحللها أن تقدم من خلال كتاب، من خلال عدة دراسات وليست دراسة واحدة. ولكن كوني أني تفاعلت معها كقارئ من خلال ذاتي فلذلك يعني فكرت في أن أتناولها من رؤية تحولات الذات وسؤال الوجود في رواية مبني للمجهول للكاتب هوشنجوس. مبني للمجهول نقطة من أول السطر ينحت فيها أوسي نصا أدبيا يلامس أطراف الفلسفة وينسج أسئلة الهوية والوجود ويعيد تشكيل معاني الذات في عالم متغير من خلال لوحة فكرية فلسفية تجسد عمق المأساة البشرية وصراعاتها الخفية. يحطم أوسي الثوابت السردية التقليدية ويعيد تركيبها. فالرواية ليست فقط تأمل في الهوية والصراع النفسي للذات بل غوص في الأسئلة الوجودية. فمبني للمجهول ليست رواية حكاية تروى، بل هي يقودنا من خلالها الكاتب لنعبر أروقة النفس البشرية حيث يتجلى صراع الإنسان بين المعلوم والمجهول، بين الماضي والحاضر. وينسج أوسي هذه الحكايات بخيط فلسفي حتى يتحول السرد إلى دراسة عميقة للذات البشرية. تتشابك الأحداث والشخصيات ضمن نص متعدد الأبعاد مشحون بالدلالات ليكون النص بمثابة مرآة للنفس البشرية في صراعها الأبدي مع المجهول من خلال طرح قضايا عديدة: الحب، الحرب، الانتماء، بأسلوب مفعم بالرمزيات والعمق الإنساني. تتشابك الرموز الدينية، الميثولوجيا، التراث الشعبي، الأغاني في بعثرة الزمن وتعدد الأمكنة. فعل الكتابة ضرب من ضروب العزلة والاختلاء بالذات وممارسة المخاتلة والمناورة والتحايل. الكتابة الحقيقية هي ما يختلف عليها، فيها من خبث المشعوذ شيء ومن لؤم الصحافي شيء ومن حكمة الفيلسوف أشياء. جاء هذا على لسان ياندوس خيبر في حفل توقيع روايته غير مرغوب فيهم أو هكذا يظنون. وأظن أن هذه هي رؤية هوشنج عن الكتابة، فهو بالفعل دائما ما يقدم إلينا نصوصا يختلف عليها. نعم، رأيت الكاتب وهو قائد أوركسترا وفي ذات الوقت عازف ماهر يعاني مخاض محنة الكتابة، ولذا نحن عانينا أيضا معه. إذا تحدثت عن أفق السرد فالرواية جاءت في بنية سردية تقوم على تعدد الأصوات السردية حيث تتداخل الذوات لتشكل نسيجا مركبا من الحكايات التي تحكى وتعاد صياغتها على ألسنة شخصيات متعددة. الراوي توم لا يكتفي بأن يكون مرآة عاكسة لشخصية هؤلاء النزلاء في دار المسنين، بل يتحول إلى مرآة كونية تعكس تجاربهم وهمومهم ليتقاطع الخاص مع العام والذاتي مع الجمعي في مشهد يقترب من الملحمة.
هذا التعدد في الأصوات لا يكتفي بتقديم قصص منفصلة، بل يتشابك عبر خيوط فلسفية ووجودية تجعل القارئ جزءا من عملية إعادة صياغة العالم، ويشير إلى رؤية أوسي حول تعددية الحقيقة نفسها. فكل صوت يحمل جزءا من الحقيقة لكنه يعجز عن الإلمام بها كليا. الكاتب استخدم أصوات عديدة لكن في إطار راوي عليم يضبط حركة المرويات، مما يجعل القارئ أمام رواية مركبة تتشابك فيها 3 قصص. عندي 3 كتاب: هوشنج أوسي وياندوس خيبر والصحفي الشاب توم فان. توم في حد ذاته هو حكاية تطرح أسئلة كبرى حول القدر والحياة والموت الذي نجا منه بأعجوبة بسبب رغبته في أكل الآيس كريم. عاش حياة مشبعة بالفقد والذكرى والأسئلة دفعته للبحث عن فكرة يخلص لها فتخلص له حتى يتحرر منها. ربما ارتباطهم بحكايات الجدة التي ارتبط بها بعد فقد والديه جعله يرى المسنين العجائز كنوز الحياة التي نجهلها ونتجاهلها، فقاده ذلك إلى البحث عن تلك الكنوز في دار المسنين، ليتحول الصحفي الشاب ربما إلى روائي شهير. فتوم الصحفي الشاب يمثل البوابة التي تنفتح منها قصص دار المسرين، حتى تتحول الحكايات الفردية إلى مرآة تعكس قضايا وجودية. المرأة البعوضة نبدأ معها. ماريكا تمثل انعكاسا لصراع الإنسان مع إرثه الأخلاقي والتاريخي. رحلتها إلى الكونغو للاعتذار عن الجرائم الاستعمارية لوالدها ليست سوى محاولة للتصالح مع الذات. تعود منها ماريكا محملة بالمرض والعجز والفقر. هل هكذا شاء القدر لها التطهير؟ وفي خضم مروياتها الكثير عن ألوان وصنوف القهر والظلم السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي عاناه شعب الكونغو. وبرع طبعا الكاتب في تصوير هذه المآسي الكثيرة التي يصعب أن نتوقف عند تفاصيلها. في حتى أن كان يتم استخدامهم للتسلية في حدائق الحيوان. هكذا امتهان للبشرية وللكرامة الإنسانية. في خضم كل هذه الأحداث والصور المريعة للاستعمار، تصور لنا تناقض الذات من خلال عرض صورة لراهبة مبشرة كاثوليكية وهي تركب عربة يجرها كونغولي بدلا من الحصان. تطرح ماريكا سؤالا حول القدر: وهل يعيد تشكيل حياتنا؟ تستلهم فكر الحكيم الصيني الذي حلم بالفراشة فالتبس عليه الأمر: هل هو إنسان حلم أن يكون فراشة أم فراشة تحلم أن تكون إنسان؟ تحولت حياة ماريكا في لحظة ما إلى كتلة من الآلام جعلتها ترى أن الإنسان يموت في حياته آلاف المرات. زيف اعترافاتها في نهاية الرواية يجعل القارئ يعيد النظر في مفهوم الحقيقة والهوية، مما يعزز فلسفة الرواية التي ترى أن المجهول هو جوهر الوجود. الحب في هذه الرواية ليس حالة رومانسية بسيطة، بل هو اختبار حقيقي لحدود الإنسان مع ذاته ومع مجتمعه. قصة فرهاد وشيرين، وأنا توقفت كثيرا عند شخصية فرهاد الحقيقة لأنها تمثل مراحل تحولات كبرى يمكن أن يتوقف عندها الإنسان في دراسة فلسفة الحياة وتأثيرها على تغير فكر الإنسان ووعيه وشخصيته. قصة الحب هذه كثرت قيود الطائفة والعادات والتقاليد. فهل الرواية تريد أن تقول أن الحب قوة طاغية تستطيع أن تتحدى كل العوائق مهما بلغت؟ أو هل هو النور الذي يكشف عن عتمة الإنسان؟ كيف تمرد فرهاد وشيرين برغم اختلاف انتماءاتهما وهويتهما على كل القيود الاجتماعية؟ رحلة المخاطر التي عاشها الحبيبان كانت رحلة زاخرة وعامرة، جعلتهم في النهاية بعد تفاصيل كثيرة من المخاطر لجأ إلى الكنيسة
الكنيسة الأرثوذكسية. ومشهد الزواج في الكنيسة في حد ذاته يعني مشهد يستحق الوقوف. ولماذا جعل الكاتب الكنيسة هي الملاذ الذي احتضن المختلف والمتصالح مع الآخر؟ قدم هذا المشهد بتفاصيل تشهد مراسم الزواج الذي يعني تخلى فيه القصة عن الكثير من حتى القيود، أو مش القيود، يعني المراسم المتعارف عليها في الزواج، مثل وجود يعني شهود على سبيل المثال، تعاطفا مع هذا النموذج المتفرد للعاشقين، واكتفى بأن هذا المكان بقدسيته يشهد الرب على هذا الزواج. آه، كما قلت، تحولات فرهاد يعني توقفت عندها منذ يعني الظلم الذي وقع عليه من أخيه في قريته، دفعه إلى أن يسيطر عليه فكرة واحدة: كيف ينتقم من هذا الأخ الذي يمثل القوة الطاغية والظالمة. فالظلم هنا في الرواية ظهر في صورة ظلم أفراد ومجتمعات واستعمار وشعوب. طبقات متعددة من الظلم قدمت من خلال الحكايات. انتقل إلى يعني سيطرت عليه فكرة الانتقام لتدفعه فقط إلى البحث عن الحل ليستطيع أن يتحلى بالقوة من خلال انتمائه للجيش العثماني. إذا يعني هذه الغاية بررت كل الوسائل. في أثناء رحلة تحوله مر بمراحل كثيرة، يعني انتقاله إلى مدن وأماكن كثيرة، وتعرفه على ثقافات، انتقاله إلى أن يتعرف على القراءة والكتابة ويتعرف على الصلاة. هذا الفتى الغر الذي لا يمتلك أي في أي خبرة في الحياة، كيف تحول مع أحداث الرواية ليصبح هذا الشاب صاحب الخبرات الذي استطاع أن يتحدى كل هذه القيود، ويمتلك من الشجاعة أن يتحدى الضابط العثماني الذي حاول أن يعتدي على شيرين التي تحولت إلى حبيبته كما قلنا. في خضم ذلك جاءت في مرحلة التحول أثناء يعني خدمته في الجيش العثماني، وكان من فريق المشاة ثم تحول إلى الخيالة. جاءت المشاهد الجنسية التي يعني تمثل جزء أيضا من التحولات النفسية في شخصية فرهاد. ويعني كانت بالفعل فيها العديد من التفاصيل، ربما أراد الكاتب من خلالها أن يبرز هذا التحول الناجم في شخصيته، وأن يبرز أيضا يعني صورة المرأة حتى وهي في حالة البغاء، وكيف أنها يمكن أن يعني أنها إنسان يعني يحمل العديد من المشاعر التي يعني قد تكون ظروف الحياة دفعتها إلى هذا الطريق. فربما هو أراد أن يعرض هذه القضية عرضا بوجهة نظر مختلفة، وإن لم يكن تحدث عن تفاصيلها، ولكن كما قلت كل المشاهد هي تحتاج إلى تحليل ما ورائي لها. ولكن بالرغم الحسية التي ظهرت، فتجلى الحب كموضوع مركزي يعني وقوة تحمل في طياتها الرغبة في التحرر والرغبة في التحدي. ويعني رغم ما يعني حمله من ضغوط النفي والوصم المجتمعي تجاه الحب. وهذا الأمر ظهر مجددا في قصة هيوة مع باولا، اللي أيضا كان فيها الحب وسيلة أيضا للاستشفاء وتغيير مسارات الحياة. هو طيار كردي وانتمى إلى الجيش البريطاني. أرام صديقه هو ضابط سوري والتحق بالجيش الفرنسي. جدلية الانتماء والاغتراب ظهرت بوضوح في أمور كثيرة في الرواية، التي يعني تضعنا أمام تضارب أو تعارض الهويات، وكأن القدر يعني كأن القدر يمكن أن يسوق الإنسان إلى طريق آخر وهو لا يدري عن ماهية هذا الطريق. وربما أيضا هذه الطريقة التي عرض بها مسألة تضارب الهويات
والسؤال الذي طرحه كل يعني شخص من هؤلاء الأشخاص على نفسه: كيف انتمى إلى جيش عدو؟ ربما يجعلنا دائما نفكر في نسبية الحكم أو في نسبية إطلاق الأحكام. فليس يعني كل مخطئ هو مذنب، فربما أحيانا القدر في طريقنا يدفعنا إلى اتجاهات أخرى في الحياة نحتاج بعدها أن نحاسب أنفسنا ونضع نقطة لنعود من بداية السطر. آه، هو شارك في الحرب العالمية الثانية، وأرام أيضا شارك في العديد من الأحداث، وكما قلنا هما يمثلان وجهين لصراع الهوية والانتماء. المفاجآت التي جاءت في النهاية مع العجوز بول، وهو يمثل رمز للذاكرة الإنسانية. يعني هذه الشخصية بتعكس علاقة معقدة جدا وهي التي يعني قلبت مفهوم الأحداث رأسا على عقب كما نقول. ولكن يعني قبل أن أنسى، هناك شخصية أيضا يعني وقفت عندها، وهي الهادي بوميسيان، الشخصية الجزائرية اللي شاركت في الثورة ضد الاستعمار الفرنسي، ويمثل النضال من أجل أيضا الحرية. يعني وقف الكاتب عند تحولات هذه الشخصية أيضا، وكيف يعني جر بها إلى حرب هي لم تكن ضلعا فيها، وكيف أنه يعني عاد مرة أخرى إلى بذاكرته ما الذي ساقه إلى هذا القدر أو إلى هذا الطريق. ربما نفس الفكرة بتؤيد فكرة أن يعني تعدد الانتماءات ربما لا يكون للإنسان الدخل فيه. شخصية ماتياس بتقدم طبعا نموذج فريد للمراسل الحربي الذي هو في النهاية صدمنا بأنه لم يكن مراسلا، ولكن ما أجراه من حوارات كانت تحمل الحقيقة العديد من التساؤلات القوية التي تثير التفكير حول ما الحرب، وأن الحرب دائما كل من يدخلها هو خاسر، المنتصر خاسر والمنهزم خاسر. أيضا ما أجراه من حوارات مع شخصيات مثل عبد الكريم قاسم. هذه الحوارات أيضا يعني تفكك مفهوم الثورة والثوار، وتنزع القدسية عن هؤلاء الثوار، فرغم أنهم يدافعون عن قضية مقدسة، ولكن أيضا هناك جانب نسبية الخير والشر في كل إنسان. فلا حكم مطلق. يعني ما خرجت به من خلال كل هذه الحوارات أنه لا حقيقة مطلقة، ولذلك كل الأمور فيها جانب غيبي دائما، والإنسان عندما يتعامل مع الأمر فهو يحكم من خلال زاوية رؤية معينة. فشخصية القس بول وماتياس بتعكس يعني توتر العلاقة بين الإنسان ومحاولته لفهم الغيب. ولذلك يعني قال القس: هناك شيء اسمه الغيب مبني للمجهول، إذا توقفت عند محاولات اكتشافه ضللت، وإذا وصلت اكتشافه أيضا ضللت. وهذا ربما يلخص يعني جزء من الجوانب الفلسفية المهمة. أيضا أنا توقفت عند شخصية الراهب عطلة وصورة رجل الدين التي قدمت من خلاله، رجل الدين الذي تعاطف مع الشخصيات وحاول أن يتحول من دور الراهب العابد الناسك إلى شخص له دور اجتماعي يساهم في إنقاذ حياة الآخرين. ما تحلى به أيضا من يعني روح ثقافية وقدرته على الأغاني بلغات مختلفة، ويعني هذه المشهدية التي قدمت صورة رجل الدين وتعاطت معه تعاطيا مختلفا يبرز صورة أخرى ومفهوم آخر لشخصية رجل الدين. وربما يعني كان هناك مغازلة للدين المسيحي من خلال هذه المواقف المتعددة، سواء من موقف الكنيسة أو من موقف الراهب عطلة. الحياة الرواية قدمت توليفة
للخير والشر والحرب والحب والجنس والشهوة. وكأن الرواية تريد أن تقدم لنا صورة أخرى للحياة بكل تشكلاتها وبكل تناقضاتها. الحياة بوصفها ورثة كما جاء على في اسم الكتاب للكاتب البلجيكي. وحمل هذا الكتاب العديد من الأفكار التي يعني تقود مجرى وفكرة وفلسفة الرواية، ومنها المقتبس الذي وضع في بداية الرواية، ولن أتوقف عنده كثيرا لأن الدكتورة هدى ربما يعني توقفت عنده في مداخلتها: الناس أبواب بعضهم والأقفال والمفاتيح، الناس ألغاز بعضهم والعتبات والمتون. فهل يعني هذا الاقتباس في الحياة بوصفها ورثة معناه، يعني أنا تعاطيت معاه تعاطي مختلف عن تعاطي دكتورة هدى. أنا تعاطيت معاه على أن الإنسان ربما في وقت ما في زمان ما يجد المفتاح الذي معه يتحول يعني مجرى الحياة. ولهذا فالحياة مراحل وتحولات تستدعي منا أن نتوقف في مرحلة ما لنضع نقطة ونبدأ من أول السطر مرحلة جديدة. ولذلك يعني هذا الطرح يجعل القارئ نفسه يتفاعل مع النص ويسأل نفسه: يعني متى أستطيع أن أضع النقطة وأبدأ مرحلة جديدة؟ وكيف أقيم المرحلة الحالية التي أنا فيها ولأبدأ مرحلة جديدة؟ ولذلك أنا قلت إني تعاطيت مع الرواية كقارئ عكس أسئلة الرواية على ذاته. برغم الكم الهائل من المعلومات الشديدة التاريخية يعني التي يعني قدمت بزخم شديد، ولكني شعرت أن هوشنج أوسي يعيد كتابة التاريخ من خلال شخصيات متخيلة في تعيش يعني من خلال أحداث واقعية، وإنما يعني أضفى عليها بعدا خياليا مما خلق تداخلا فريدا بين الحقيقة والخيال. فجعل منها أيضا شهادة على العصر، شهادة على الفترة الزمنية بما تحمله من حروب وصراعات وأحداث كثيرة على مستوى العالم. حكاية الرواية أيضا يعني كعادة هوشي في كثير من أعماله تتبنى المشكلة الكردية، ولكن أنا شعرت هنا دون تحيز لها وإنما بنظرة معتدلة يعني متوازنة. كما قلت لأنه نزع القدسية عن الثوار والمناضلين، وأبرز أن الصراعات والحروب والثورات دائما هي تحمل الشر للجميع حتى ولو كانت في سبيل النضال والدفاع عن قضية. الفصل الأخير. نعم. 3 دقايق. حاضر، بس احنا بنعمل كده مع الناس، ما ينفعش يتعامل معانا، ما يصحش. الفصل الأخير طبعا كان صدمة كبيرة لكل القراء بما طرحه من قصة هابيل وقابيل بمفهوم وطرح جديد، وبما يعني وكان بمثابة أيضا هدم لكل الروايات التي استمتعنا بها على مدار السرد، وكشف عن كذب الكثير من الشخصيات المحورية مثل ماريكا وماتياس، مما يعني يضيف بعدا جديدا للرواية ويعزز فكرة أن الحقيقة دائما مبنية للمجهول. الخيط الفلسفي الذي يربط الرواية أيضا يتمثل في هذا الاقتباس بأن الحياة بكل ما فيها ومن فيها حقائق وأكاذيب هي برهة بين غيبين. ربما أيضا هذا يجسد نوع من صراع الإنسان دائما بين المعلوم والمجهول. الرواية أيضا تقدم مراجعة للكثير من العقائد والأفكار، وتتخذ من الشك وسيلة للوصول إلى اليقين العقلاني، ولذلك هي تدفع على التأمل العقلي بامتياز. حضور المقابر، يعني أنا مش عايزة طبعا علشان ما يحاسبنيش أستاذ رضا أتجاوز الوقت. المقابر
ظهرت في مقاطع كثيرة من الرواية من بدايتها إلى نهايتها، فكان الموت حاضرا، وربما حضور الموت له مغزى. يعني ظهر في مشهد الهادي بومزيان، وهذا المشهد يعني يحتاج فعلا إلى تحليل خاص به، لأن مشاهد المقابر استدعت أيضا تداخل الديانات. فالمقابر لسابع جد شملت الديانة اليهودية والمسيحية والإسلامية، مما يعني أن يعني الديانات تتشابك وتتعانق ولا تتعارض. والمقابر أيضا كانت حاضرة حتى نهاية، فالموت دائما كان حاضر، لأنه ربما كما قال على لسان الراوي أيضا أنه الموت هو روائي محترف، يستطيع أن يحكي حكاية الحياة. الرواية يعني تجربة إنسانية وفلسفية عميقة، تأخذ القارئ في رحلة لاكتشاف الذات والهوية والوجود من خلال هذه البنية المتشابكة. وأيضا يعني مما الأمور التي لا ينبغي أن أغفلها اللغة الغنية، التي يعني برغم زخامة المعلومات وهذا الزخم المعلوماتي الكبير، إلا أن اللغة كانت رشيقة، محملة بالكثير من الصور البلاغية الجميلة والجاذبة. يقدم هوشنج شهادة فريدة على تعقيد الإنسان والحياة، ولذلك هي ليست رواية تقليدية، بل نصا مفتوحا يدعو القارئ للمشاركة والتأمل وطرح ما في الرواية من تساؤلات على ذاته. وأشعر أني لم أوفيها حقها، ولكن سأتوقف ضيق الوقت. فكل الشكر لك هوشنج على هذا العمل الإبداعي المميز الذي أتعبني وأرهقني ولكنه أمتعني. كما أنها أيضا رواية غير تقليدية، فكانت قراءتك يا دكتورة قراءة غير تقليدية، كانت قراءة شاملة ومتعمقة لكل جوانب هذه الرواية المتعبة والمقلقة أيضا. فشكرا لك على هذه القراءة التي استمتعت بها كما استمتعنا بها جميعا. تحدثت عن اللغة، كانت اللغة رشيقة فعلا ولغة راقية كما عودنا هوشنج، إلا أنني آخذ على هوشنج هو عدم الدفع بهذا العمل إلى مدقق لغوي كما تحدثنا قبل ذلك يا هوشنج. هذا العمل عمل رائع للغاية، وتقدم به هوشنج لمسابقة قطارة الدولية، وإن شاء الله نحقق الفوز إن شاء الله فيها ونفرح ونحتفل مرة أخرى. لكنني قلق فعلا من تدقيق هذا العمل. لم يكن هذا العمل مدققا كما يجب. ربما رأيت أن هذا العمل كانت سلبية كبيرة فيه أنه دقق بنسبة 40%، بمعنى لو لجنة الحكام أو لجنة التحكيم نظرت إلى التدقيق فسوف يؤثر ذلك تأثيرا كبيرا على هذا العمل. ونصيحة: قبل أن تدفع بهذا العمل إلى أي مسابقة أو أي دار نشر، لا تثق في دار نشر، فمدقق لغوي خاص أفضل 100 مرة من دور النشر، فكلهم يعني تجار كما قلت. ننتقل إلى المداخلات ونبدأ بالأستاذة حنان ماهر الناقدة. تفضلي. السلام عليكم جميعا، وسعيدة جدا بتواجدي دايما في نادي بس ساري. يعني أنوه بس المداخلات من 5 إلى 7 دقائق. طيب ماشي حاضر. انت بالاول كده بتحجر على كلامي كده يا استاذ رضا يعني يعني ال 3000 كلمة اللي انا كاتباهم مش هقولهم. يا أستاذة حنان، إذا كان حجر عليا أنا. لا احنا لازم، هو عشان كان يوم الرجال العالمي امبارح يعني هي لا احنا دلوقتي المهم بس تعالي تعالي عشان نعمل ثورة اه ونخلي هوشنج السبع دقايق، يقودنا. عشان بس السبع دقايق بتوعي فات منهم دقيقة. طبعا طيب. انا طبعا سعيده جدا بتواجدي معاكم، سعيده جدا بتواجدي طبعا في نادي الساردون، وبرحب بكل الموجودين. وطبعا سعيده بوجود الدكتوره جيهان والاستاذ رضا والدكتوره نهال، طبعا سعيده ان انا التقيت معاها، وسعيده جدا بالتقائي مع دكتور احمد الصغير. احنا اصدقاء على الفيس لكن لم نلتقي قبل كده. وطبعا اثمن جميع الاراء اللي اتقالت، ودكتوره جيهان قالت يعني حاجات كتير قوي يعني بتطير كل اللي اتقال. طبعا انا عندي مبدئيا في النقد عامه او في الرؤى النقديه، لاني انا بكتب رؤى نقديه. ان انا بشوف الكاتب كتب ايه وكتبه ليه.
أنا يعني عادة ويؤخذ علي أن أنا لا أخرج من النص أي حاجات ضد النص يعني. وعامة في العموم أنا أرى أن الكتابة اختيار وقرار، هو الكاتب اختار يكتب بهذه الطريقة وبهذه اللغة، فأنا وأنا ارتضيت اخترت أن أنا أقرأ هذا النص، يبقى يا أقبل النص أو لا أقبله. في البداية بالتأكيد كما قيل أن الرواية دي فيها مجهود كبير جدا، بحث قبل الكتابة، واللي بيتصدى للكتابة بيكون هناك أزمنة للكتابة، زمن ما قبل الكتابة وزمن الكتابة نفسها وما يتبع ذلك من تنقيح ومراجعة. زمن ما قبل الكتابة اللي هو البحث عن المعلومات والمدن والقراءات عن التاريخ، وأكثر من مكان وأكثر من زمان وأكثر من مجتمع، وواضح ان الكاتب بذل مجهود كبير جدا ليخرج الروايه بهذا الشكل وهذا الترتيب، وبالتاكيد هو بذل مجهود، وانا اثمن هذا المجهود واشفق عليه في ذات نفس الوقت، لان هو ما بحثش في تاريخ واحد او في مكان واحد او في اتجاه فكري واحد. دي نقطه. فبتبان بقى هنا ايه ثقافه الكاتب، يعني الكاتب اظهر وفرض عضلاته الثقافيه على مدار السرد. دي نقطة. ومن هنا حاجة كمان، نفرق بين ثقافة الكاتب والنقد الثقافي. هذه الرواية من الممكن أن تنقد عن طريق النقد الثقافي لما فيها من أيديولوجيات متعددة وأفكار ومذاهب وحاجات من النوع ده اللي ممكن أن تنقد هذه الرواية نقد ثقافي موجود داخل السرد. أنا بيلفت نظري أول حاجة الغلاف، ولما شفت الغلاف لقيت ان هو من غير ما اعرف افتح من هو من رسم اللوحه، لقيت ان اللوحه لفنان سوري اسمه خليل عبد القادر، واللوحه بقى دلوقتي اللي عندنا من الفن المعاصر، وهو الفن المعاصر ده بيكسر الحدود بين الفنون والانواع المختلفه، مما يتيح افكار تشكيليه جديده غير تقليديه، وكأن هذه الاشكال المرسومه كانها في حلم. وهنا الغلاف بيعتمد على ألوان ورسم أشكال ليست محددة، وده بيترك للمتلقي فهم أو يعني تخيل الرسم الشكل الذي يريد، وكل مرة ممكن أن يتخيل المتلقي الشكل مختلف. ده بيعطي ان احنا في انتظار ايه بقى الروايه دي، اما نشوف الغلاف كده ان احنا في انتظار المتلقي ما يدل على ذلك. فالروايه هنا سيراها متلقي روايه بقى توظيف للتاريخ وتوظيف للحكايه والحبكه وغيره، وينتقل بالشخصيات والاحداث مع ذات ونفسيه الشخصيات، وبذلك يرسم كل متلقي لوحته الخاصه عن الروايه. كأن الاختيار الكاتب لهذه اللوحه أن ارسم لوحتك الخاصه بيك وتلقيك الخاص بيك. طبعا الروايه فيها كل عوامل السرد، بس في الاول احب اقول ان في بدايه الروايه كان كتب الكاتب مقدمه، وكذلك انا احب اقول له ان قراءه الروايه كذلك مرهقه واخذت وقت من كل متلقي، وهذا الوقت لن يعود. فما جدوى قراءه الروايات في العموم، اذا يعني جدوى كتابتها دي ترجع للكاتب وموالها طويل ممكن نتكلم فيه كتير، انما ما جدوى قراءه الروايات بالنسبه لي انا، الفكره ان المتلقي بعد القراءه اصبح شخص، او اذا لم يصبح شخصا اخر بعد القراءه يبقى القراءه ليس لها فائده. هل اضافت لي ام لا؟ هل القراءه تضيف للعمر اصلا في الاساس ام لا؟ وبعد القراءه بقى سيجد المتلقي ان الروايه اضافت مشاعر وافكار وفلسفه ومعلومات، وللمتخصص بقى في الكتابه سيجد ان هناك اليات كتابيه كثيره جدا. انا احب ان اعول دايما على اليات الكتابه ودلالاتها السيميائيه. مثلا ظهرت بصوره واضحه جدا الميتا سرد او القص داخل السرد، دي بقى يعني متشعبه ولدرجه ان ممكن يكون ده نسبيا هو الرابط ما بين القصص موجوده على مدار السرد. وهناك توظيف طبعا للتاريخ في صنع عوالم مختلفه، وبالتالي وضع شكل مشهديه للسرد. هو زي ما الدكتوره جيهان قالت، هو مش بيكتب تاريخ لكنه بيوظف التاريخ داخل السرد بحيث ان هو يصنع عوالم. هناك اليات زمنيه مختلفه طبعا في السرد، ودي واضحه جدا. اليات زمنيه متعدده الابعاد،
كل الآليات، من الفلاش باك والاسترجاع والاستباق وآليات زمنية آنية من ترتيب الأحداث داخل القصة ذات نفسها. يعني مثل قصة ترتيب قصة إيه، إنه راح الكاتب راح دار المسنين، قابل حد كلمه، ترتيب عادي يعني. الزمن كمان مرتبط، لان انا شايفه ان يعني دي روايه فيها الزمن واضح جدا مع اليات كثيره. الزمن هنا مرتبط جدا كذلك بالكتابه عن التاريخ او القصص التي لها امتداد زمني طويل، وبالتالي هننظر الى اثر الزمن، وبالطبع يبقى فيه هناك زمن نفسي او الزمن الذاتي، حيث يطول او يقصر الزمن حسب لحظات المشاعر من حزن او فرح، ودي موجوده كثيره جدا في الروايه، او سعاده او انتصار. وهذا نجده مع شخصيات أو مع أفعال أو أحداث شخصيات الرواية، من أثر الزمن على تطور وتنامي الشخصية، وطبعا الأحداث المرتبطة. طبعا ده يحيلنا إلى التحولات الكبيرة في رسم الشخصيات الرواية وتحولاتها النفسية والاجتماعية وحتى البدنية الشكلية للشخصيات، وده ظهر طبعا مع البطل الأساسي الكاتب من أول الرواية إلى آخرها. في حاجة هامة جدا وهي مستويات لغة الخطاب، وأنا دايما أحيل إلى مستويات لغة الخطاب، يعني بتثير انتباهي في السرد. وهنا بقى في الرواية هناك مستويات للغة كثيرة جدا. في لغة حكائية اللي هي سرد ما حدث للشخصيات والأحداث والتي صاحبت ذلك، وهناك لغة شاعرية وموجودة جدا، وهنا بتظهر بقى إيه ثقافة وشخصية الكاتب الشعرية وتمكنه من هذه اللغة بما فيها. وكذلك في لغة مقالية، ودي موجودة في بعض القصص في مسألة الروايات التجريبية، مقالية عن أحداث حدثت، وتكون اللغة هنا مقالية لتتماشى مع الحدث السردي. طبعا أنا مدللة على كل حاجة من دي بأرقام صفحات بس عشان وقت حضراتكم، عشان الأستاذ رضا ما يطردنيش. وهناك بالتأكيد لغة نفسية، لغة نفسية في شرح دواخل وذوات الشخصيات، كل ده موجود في الرواية. وهناك لغة فلسفية أخرى من كتابة أفكار تدعو للتأمل وتساؤلات كثيرة جاوب عليها الكاتب في بعض الأحيان، وترك المتلقي البحث عن إجابة في أحيان أخرى. هناك كذلك لغة هقول إنها لغة متأثرة بالأديان والمذاهب الدينية عامة، ودي ظهرت كثيرا في الكلام عن الديانة المسيحية أو المذاهب الشيعية أو غيرها. وهناك برضو كذلك في حاجة اسمها لغة هجين، اللي هي من توظيف لغات أخرى مثل اللغة الكردية والسريانية واللغات حتى الأجنبية، وموجودة برضو على مدار السرد. هل بقى كل اللي أنا قلته ده، هل يعني كل ذلك بقى بيحصل إيه؟ بيظهر تمكن الكاتب أولا من إظهار قدراته السردية، وتسري النص وتعطيه أبعاد كثيرة للدلالة، وبالتالي هناك معلومات كثيرة سوف يجدها المتلقي، إما أنه يعرفها وتؤكد له المعلومة، أو يؤكد عليها، أو أنه يبحث عنها وهي ده هتعطيه ثقافة جديدة، أو أنه معلومات مثلا ما كانش يعرفها مثلا عن الأكراد أو الدروز فيعرف، أو مثلا معلومات تاريخية هيبحث عنها أو تضيف إليه. في كذلك بعد هام جدا في الكتابة في الرواية، وهي البعد الإنثروبولوجي، وهو علم الإنسان، دراسة الإنسان وبيئته. دي واضحة جدا وموجودة في كثير من مواضع السرد، بل هناك ما يمكن القول أنه إنثروبولوجيا تاريخية من رصد مدن وأماكن وعادات وتقاليد قديما وحديثا، قديما في سوريا مثلا أو في لبنان، وحديثا في بلجيكا، ومظاهر حياتية وبيئية مختلفة في أماكن كثيرة مثل سوريا ولبنان وبلجيكا. ومن أهمها مثلا مجتمع الأكراد كمثال على الإنثروبولوجيا. طبعا في كتابة، أنا عامة لا أفضل التصنيف الأدب تصنيف أدب حرب أو تصنيف أدب، ده رأيي الشخصي، لكن هقول هناك كتابة سردية عن الحرب ومعارك وما بها من جنود، وما يتبع ذلك من رسم مشهدية معينة أو انفعال الشخصيات وتنامي الحدث داخل هذا الإطار الكتابة عن الحرب، مثل مثلا حرب فيتنام أو الحروب أو حروب أخرى في العصر القديم.
وهناك كتابة سردية أخرى مهمة جدا تصدى لها الكاتب هوشنيك، وما أظنش قليل من جدا التي تصدى لهذا إلا بعد قليل، وهي الكتابة عن شخصيات المراسلين والظروف حولهم ومعاناتهم وتعرضهم لخطر الموت عامة، في حتى زيهم زي الجنود في هذه الرواية. وده يحسب معلش في دقيقتين. خلاص أنا هقول في النهاية. فالرواية هتفق بس في حاجة، إن مع الدكتورة نهال مع إن وعي الكاتب كان يظهر في بعض الأحيان أكثر من وعي الشخصيات، وهو حر في ذلك، لكن وعي الكاتب أما بيعلى بيبان إن إيه، إن في فصل في استرسال تلقي المتلقي. فالروايه في النهايه بقى، لان الاستاذ رضا عايز يقول لي خلاص، الروايه بها كل عوامل السرد من زمان ومكان وشخصيات وحبكه ووصف، والكاتب ارادها روايه ملحميه بشكل ما، وهو نجح في ذلك. فهي روايه تمتد عبر اجيال وفيها اتصال وفيها تاريخ وكل الحاجات دي. الروايه تقول لا تصدق، ده بقى اللي انا استنبطه. الروايه تقول لا تصدق كل ما تسمع ولا كل ما ترى ولا كل ما تقرأ حتى ما كتب في هذه الرواية. ده اللي أنا شفته يعني، إلا بعد البحث عن أصل كل شيء، وإن ليس هناك حقيقة كاملة، والقصص تكمل بعضها البعض، وليس هناك من يمتلك هذه الحقيقة الكاملة أو القصة الكاملة. وهو جزء، القصة الكاملة دي وهو جزء من القصة، والقصة وهذه القصة جزء من الكون الكبير والحياة، والكل يكمل بعضه البعض. هي الإنسانية من قبل ومن بعد، هو الزمن والتاريخ الذي رغم أنه يمضي لا يعجز أبدا، فهناك جديد دائما. ولذلك اختار الكاتب دار العجزة ليقول لنا انتبهوا إلى الزمن، وحتى لو أن الزمن لفرد ما أو لشخصية ما انتهى، لكنه مستمر عند آخر. وبأحييك يا أستاذ هوشنك على هذه الرواية، حقيقي رواية كما قيل أنها متعبة في القراءة. مش متعبة في القراءة لأنها طويلة، لا، لأن فيها أحداث كتيرة جدا. وبالتوفيق دايما، وشكرا لإتاحة الفرصة لي. شكرا لك. شكرا جزيلا. الاستاذ هوشن المحسوب. أستاذة حنان، وأتوقع أن أنت أخدتي ما أثرش، أداكي أكتر من 7، يمكن 17. محظوظ هوشن يستاهل. طبعا. جورج تفضل. مساء الخير الساردون الغريبون. يعني. مساء الخير الحضور الكريم المبدعين ومبدعات. والحقيقة رؤى نقدية وتحليلات راقية ومتميزة لرواية جميلة ولمبدع متفوق، باستعراض سردي تاريخي طويل على مدى 100 عام، تنتقل فيه الرواية عبر البلدان وعبر عشرات الشخوص للوصول إلى الهدف المرادي لها. ولكل اسم قصة، وهذا أمر بديهي، فكل إنسان قصته وعبر الحياة بما يمر به من أحداث. وربما كما ذكر أكثر من ناقد، هو ازدحام الشخوص وإضافة بعض التفاصيل غير ضرورية، مثل ذكر أسماء الشهداء التي ذكرته إحدى الناقدات. كذلك مسألة الجنس، وقد سبق ونوقشت هذه المسألة في روايات أخرى. كان الموضوع حينها إن كان الأمر يخدم السرد، وأقصد إن كان الجنس موظفا بشكل يكون فيه ضرورة لا محاولة إلصاق لجذب أصوات أكثر، فلا بأس به. فالجنس أولا وأخيرا هو سبب وجودنا في الحياة، لكن على ألا يكون على شكل بهارات إضافية غير ضرورية للطبخة. أتفق طبعا مع ما قالته الأستاذة حنان ماهر في الختام حول جدوى الرواية، ولابد أيضا أي أعلم أنني ما بددت وقتي في قراءتها أن تضيف لي شيئا وتمنحني ما كنت أبتغيه من قراءتي لها. وهذه دعنا نسميها المصلحة المشتركة ما بين الكاتب والمتلقي. تحفل الرواية بالكثير من المعلومات التاريخية والفكرية، وفي عدد كبير من البلدان، إن كان عبر الثورات أو الزعماء أو الأدباء وغيرها، ولا بأس إن كان ذلك كما قلت يخدم السرد على ألا يتحول إلى توثيق تاريخي أو تقرير صحفي. أمر آخر كنت سأضيفه هنا حول موضوع كما ذكرنا في روايات سابقة أيضا
الأستاذ هوشيك نجد الرؤية الشخصية تطغى على الكثير من التفاصيل بما يتناسب بالطبع مع الانتماء القومي أو السياسي، كإطلاق لفظ المستبدين أو الدكتاتور وغيره من المسميات. ربما هذا يكون مقدمة لسؤالي للأستاذ هوشينغ: إلى أي مدى يمكن للروائي أن يدخل بتوجهاته العقائدية أو الفكرية أو الدينية أو القومية ويضيفها عبر الرواية؟ ختاما، لا أملك غير أن أتوجه بالتهنئة للأستاذ هوشينغ على رواياته الجميلة، وأشد على يده في انتظار إبداعاته المتجددة والدائمة، وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا لكم جميعا. شكرا جورج، شكرا على هذه المداخلة الجميلة. هل من مداخلة أخرى السادة الحضور؟ هل من مداخلة؟ طيب هوشنج. طيب، أولا مساء الخير للجميع. أنت لم تتح لي الفرصة لكي أرحب بالأساتذة الأفاضل، يعني فجزيل الشكر لمنصة الساردون يوردون، وجزيل الشكر لك على إدارتك وعلى المقدمة الجميلة التي سأسعى من الآن فصاعدا كي أرقى إلى مستوى هذه المقدمة اللي أشعرتني بالمسؤولية، يعني المسؤولية الثقافية والمسؤولية الأدبية حيال هذا التقديم الجميل. كما أشكر يعني السادة النقاد، السيدات الناقدات، دكتور أحمد، دكتورة جيهان، دكتورة نهال، والدكتورة هدى، والأستاذة حنان، والأستاذ جورج. أنا لدي بعض التعليقات الصغيرة فيما يعني بعض الملاحظات. هي ليست ردود، إنما توضيحات لبعض النقاط التي ينبغي علي أن أوضحها. أولا، كثيرا ما قلت في الأوساط الكردية أيضا يعني، وفي الأوساط العربية، أنه أنا هوشنغ أوسي لست كاتب القضية، لست كاتب القضية الكردية يعني، ولا أزعم، ليست لديها ذلك الزعم أنني أمثل القضية الكردية، لا. أنا أتناول القضية الكردية في الأدب من منظور إنساني، من منظور ولا يعني ليس قضية تبني الأفكار الكبرى والمطالب الكبرى والشعارات الكبرى للقضية الكردية. أتعامل مع الكرد بوصفهم مظلومين، ولا يعني لا أخجل من كرديتي. هذا يعني أفتخر، يعني أفتخر بأنني كردي، وأحاول قدر المستطاع أن أقدم الحالة الكردية ضمن النسيج الروائي بما تعتمده هذه الحالة من أبعاد سياسية واجتماعية بطريقة أدبية. التعريف في ببعض التفاصيل بهذا الواقع الكردي في نسيج عام، نسيج إنساني عام، نسيج شرق أوسطي، نسيج عالمي، هو يعني حالة شراكة ما بين الشرق والغرب، بحكم أنه أنا صار لي يعني ما يقارب 15 سنة يعني في هون في بلجيكا. وبالتالي أنا لست كاتب القضية بالمعنى التقليدي للمتعارف أو المتداول عليه. أنا أدافع عن هذه القضية، وليس يعني لا أصنف نفسي ضمن في الإطار الأدبي على أنني كل قصائدي عن القضية الكردية، كل رواياتي عن القضية الكردية، لا. الأكراد هم تفصيل، وهذا هذه الرواية أيضا نموذج، يعني هم تفصيل من تفاصيل الرواية. نقطة أخرى يعني عطفا على النقطة السابقة، في تقديري صحيح أن الفنان أو المبدع أو الموسيقي أو الروائي ابن بيئته، وهذه هي المقولة المتعارف عليها، لكن يفترض به أن يكون ابن كل البيئات.
يعني أنا أعتبر نفسي مدافع عن القضية الفلسطينية، وأنا كردي، لأنه هي قضية إنسانية وتمسني كإنسان. أدافع عن قضية الإنسان الجزائري، الإنسان المصري، الإنسان العراقي، الإنسان اللبناني، الإنسان في المظلوم كائن من كان، يعني انتمائه الديني أو العرقي، حتى لو كنت مختلف معه دينيا لكنه مظلوم، فمن الواجب علي الدفاع عنه ونصرته، وأن أكون ظهيرا لهذا الإنسان. فالإنسان ابن بيئته وابن البيئات الأخرى أيضا، يحاول أن يندمج مع هذه البيئات، أن يحاول أن يضيف إلى هذه البيئات. وفي هذه الرواية عندما كتبتها، وأغلب أعمالي أيضا، يعني أحاول قدر المستطاع أنه في يوم من الأيام إذا ترجمت هذه الأعمال إلى لغات أخرى، إلى لغات أجنبية، أن يرى البلجيكي نفسه ضمن هذا النسيج الروائي، أن يرى الفرنسي أو الإنجليزي أو الإنسان الأوروبي أيضا يرى نفسه ضمن هذا النسيج الروائي الموجود في رواية التي كتبها كاتب مشرقي بصرف النظر إن كان كرديا أو عربيا. هذه طريقتي واستراتيجيتي في الحياة. أنا ابن بيئتي وأفتخر بها، وأنا ابن كل البيئات الأخرى وأفتخر بها يعني. وسبق وأن ذكرت في هذه المنصة أنه روايتي الأولى أهديتها إلى مدينة أوستلاند التي أعيش فيها، مدينة أوستلاند البلجيكية، ديوان شعر أهديته إلى تفصيل من تفاصيل القاهرة. يعني والطبعة الثانية من روايتي، الطبعة الثانية من روايتي الأولى التي صدرت قبل في 2016 2017 في تلك الفترة، الطبعة الثانية صدرت في 2024 من رواية وطأة اليقين. أهديت الطبعة الثانية لمدينة عفرين السورية. وبالتالي إذا هذا هو رأيي، يعني أنه الإنسان ابن بيئته، ويفترض به أن يكون ابنا بارا بكل البيئات، يعني يكون كردي وابنا بارا بالبيئة العربية، أن يكون مسلم وابنا بارا بالبيئة المسيحية، أن يكون فلسطيني وابنا بارا بالبيئة السورية، وهكذا. في هوشنج هذه هوشنج عفوا. البيئة من الوطن. شوف، كل وطن بيئة، لكن البيئة أوسع من الوطن يعني. أنا يمكن. أعلم أنك لا تؤمن بالوطن المستقر. عفوا. أنك لا تؤمن بالوطن المستقر. لا، يعني أنا أؤمن ب يعني تعددية الأوطان. يعني هنالك صحيح وطن يعني سوري لنفترض، لكنني الآن مدين إلى بلجيكا أيضا يعني، وأنا مدين للقاهرة أيضا يعني، ومدين لكل منطقة أضافت إلي، كل أرض، كل بيئة تضيف إلي شيئا جميلا، قيمة جمالية، قيمة إنسانية، هي وطني. وينبغي أن أحاول أن أعبر عن هذه الأوطان في ضمن رواياتي. ولذلك يعني الشعور بالمديونية تعدد الأوطان للأمكنة. تعدد الأوطان ولا اللا وطن؟ لا، مش لا وطن، يعني التعدد الأوطان هو غنى الوطن، ويعني كيف لا وطن؟ يعني مسألة أنه أنت عندما تتبرأ من الانتماء إلى الأمكنة، هذا هو اللا وطن. لكن عندما تشعر وتحترم هذه الأمكنة، هذا يعني بأنك غزير الأوطان، يعني كثير الأوطان الوطن. في هذه الرواية وعلى لسان شيخ العقل الدرزي، وهو شخصية حقيقية. أنا عملت بحث في تلك الحقبة التاريخية، في تلك الفترة الزمنية، شيخ العقل وشيخ المذهب الدرزي. قصة الحب هذه خلقت لديه أسئلة أنه وفق العرف الديني حرام، لكن لنترك الأمر لله فهو أحكم الحاكمين. إن شاء الله لهذه القصة أن تستمر ستستمر. هكذا لا يفتي، يقول أنني لا يمكن أن أفتي ولا يمكن أن أواجه الحشود يقصد أبناء المذهب يعني الدروز يعني. لكن سأترك الأمر لله، ويطرح سؤال الإصلاح الديني في المذهب. وهنا
سؤال الإصلاح الديني في سواء على مستوى يعني الطوائف الإسلامية ككل، وضمنها يعني الطائفة الدرزية على وجه التحديد. الحب يحرك هذا المفتاح، يحرك سؤال الإصلاح ضمن هذه الرواية. طبعا الدكتور أحمد ذكر مسألة في غاية الأهمية، أنه في رواية الأفغاني سماوات قلقة هو اللجوء الأخير والخيار الأخير للإنسان أو للشخصية الروائية والكتابة. لكن في الرواية هذه يعني هنالك موقف آخر مختلف من الكتابة، وأنا هذا أيضا فعل عمد. يعني لا يمكن أن أكرر هذه الفكرة، ويعني أن أطرح فكرة في رواية ما وأناقضها في رواية أخرى. يعني والمسألة في مدى النجاح في هذه المناقضة، يعني هذه الضدية الموجودة في روايتين مكتوبتين في مرحلتين زمنيتين مختلفتين، رغم أنه الموقف من الكتابة كخيار استراتيجي ومصيري في رواية الأفغاني سماوات قلقة، وكخيار أيضا موجود لكن مش استراتيجي. يعني عندما نطرح عن سؤال جدوى الكتابة، الجنس هو يعني هذا أي مسألة تكررت. يعني هناك سياقات أحيانا تقال أنه نحن مع الجنس، لكن انخدمت التوظيف الروائي أو السردي. طيب لنعد إلى هذه الرواية. هل أنا عندما كنت أتحدث عن السياسة ووظفت الجنس مثلا، أو كنت مثلا أتحدث عن الدين ووظفت الجنس مثلا، أو كنت أتحدث عن شأن عام عادي عابر ووظفت مشهد جنسي مثلا؟ لا، أغلب المشاهد الجنسية في الرواية فتى يعني غر ومراهق ينتسب إلى الجيش، وفي فترة ما السلطة العثمانية أفتت بجواز ذهاب الجند إلى بيوت الدعارة لإشباع رغبات الجند، لكي يعني يكون أداؤهم في القتال وفي الحروب وفي المعارك وقت ذاك يعني أداء سليما. هذا الشخص، هذا الفتى، هذا الجندي العثماني يكتشف النساء والجنس في بيوت الدعارة. وإن عدنا يعني أكيد سيكون يعني في بيوت الدعارة مش تفصيل دخلوا خرجوا خلاص، ما مش هيك. يعني الجانب التفصيلي والجانب بالعودة لتلك المشاهد الحسية لكن فيها علاقة بالنستالجيا. يعني المومس المقدونية عندما ترى هذا الشاب، هذا الفتى الجندي العثماني، يشبه تلك التماثيل التي كانت تراها في بلدها قبل أن تأتي إلى حلب وتعمل مومس مثلا في بيت الدعارة. المومس الجورجية كانت مثقفة، مش بس مجرد مومس عابرة، يعني ظروف معينة، حالات معينة، وكانت تريد الاقتران بهذا الفتى لكي تتخلص من تلك الحياة. بمعنى الجانب يعني التقليدي انه هذا جنس وخلاص، يعني ما يعني والحديث عن الحياء العام وخدش الحياء العام. يعني انا حتى مساله الحياء العام اضعها بين قوسين. يعني شو الحياء العام اللي لا يتحسس من مثلا تحول غزه الى انقاض، مثلا لا يتحسس هذا الحياء من الحالة السورية ونزوح 8 إلى 10 ملايين سوري خارج أوطانهم. هذا الحياء الذي نتحدث عنه، ويتحسس من مشاهد جنسية موجودة في الرواية. أنا أحترم هذه الرؤى، يعني الرؤى اللي تطالب بالتقليل من الجنس، لكن في هذه الرواية ثالوث السياسة موجود، ورفع القداسة عن الساسة. مثلا زعيم كردي بحجم الملا مصطفى البرزاني، زعيم كردي وقائد ثورة، أنا رفعت عنه القداسة وعملت حوار افتراضي معه. هذا الحوار مش حقيقي. عبد الكريم قاسم كشخصية سياسية وزعامة عربية عراقية مناضلة كانت منافسة لزعامة جمال عبد الناصر، والحساسيات بين الطرفين بين عبد الناصر وعبد الكريم قاسم. إذا السياسة في منطقة الشرق الأوسط
في العالم. يعني الضلع الأول من الثالوث المحرمات أنا يعني تحدثت عنه وانتقدته. الضلع الثاني هو مسألة الدين وتقديم صور جديدة للكاهن والراهب السرياني، للمتدين، لبيت الله، بيوت العبادة في مثلا الكنيسة الأرثوذكسية المشرقية مثلا في لبنان، كيف ساعدت هذين العاشقين. هذا الراهب السرياني الذي كان ينقذ ضحايا المذابح الأرمنية والسريانية في مطلع القرن المنصرم، صار ينقذ يعني وحدة درزية ومسلم يعني. وهذه أول مرة، وسأتحدث عن مسألة اللغة، يعني وظفت اللغة السريانية. أنا لم أسمع يعني اللغة السريانية جرى توظيفها في روايات عربية، أنا ما سمعت. أنا وظفت حتى أنه العين العربية تعتاد القارئ العربي يعرف شو، مش المتخصص، القارئ العادي يعرف شو هي اللغة السريانية، شو هي اللغة الكردية. حاولت أن أوظف وتعبت، استعنت بأصدقاء سوريان في هذا الخصوص حتى يترجموا لي مثلا مقطعا من أغنية لكي أوظفها في هذا العمل الروائي. أعتقد يعني أنه دونا عن الأعمال الأخرى، الجنس ربما كان توظيفه في مساحة أوسع من الأعمال الأخرى. في تقديري أنه الحالة كانت تقتضي ذلك يعني. وإلا يعني أنا خارج السياقات الأدبية لم أوظف مشهدا جنسيا في يعني في غير محله. هذا فيما يتعلق بالدكتور أحمد. في الدكتورة هدى كمان جزيل الشكر والامتنان على قراءتها. أيضا مفهوم التناص، يعني أنا لست ناقدا، لكن يعني لدي بعض الرؤى النقدية إن جاز التعبير. يعني آه، الإنسان ما هو يا أستاذ رضا؟ يعني أنت من؟ أنت حصيلة ما قرأت وما شاهدت وما سمعت وما شممت وما يعني رأيت، ويعني أنت حصيلة كل هذه التفاصيل. لكن هذه الحصيلة المهولة من الخبرات والتجارب والقراءات أصبحت جزءا أنت لم تعش زمن الفراعنة لكنك قرأت، وزمن الفراعنة صار جزء من تكوينك، من وعيك. أنت لم تعش الحقبة العباسية والفاطمية والخلافة الراشدة، لكن أنت قرأت واصبحت جزءا من ذخيرتك او مخزونك المعرفي. هذا المخزون اذا اعيد انتاجه باسئله اخرى بقراءات اخرى، في تقديري يعني هذا نوع من التناص المحمود. يعني أنت لم مثلا تسطو على فكرة شخص، أو مثلا عنوان رواية معينة، أو شخصية روائية مثلا سبقك إليها شخص آخر. أنت أعدت إنتاج ما لديك، ما أنت قرأته يعني أو اطلعت عليه لكي تقدم هذه العجينة المعرفية في سياقات أدبية روائية للآخرين. هذا في تقديري. يعني نعم أنا أتفق مع الدكتورة هدى أنه شكل من التناص المحمود. صدقوني يعني، ودكتورة هدى كمان، يعني توظيف الجنس في هذا العمل لم يكن قولا واحدا في يعني سعيا وراء الشعبية أو كذا. يعني الرواية ذات محمول معرفي اللي بيوظف الجنس عشان يجذب القراء. يعني أنت كقارئ محترف وكبير وصاحب تجربة أستاذ رضا، يعني أو كل السادة والسيدات الموجودين هنا، هل يعني أنا سأوظف الجنس لكي أثير لديكم كلكم أصحاب تجارب يعني لكي يثير القراء والقارئ العادي مع احترامي للجميع اللي ثقافته متواضعة وعلى قده بيجي يقرأ هذا العمل، يعني سيأخذ من العمل المشاهد الجنسية وسيلفظ. يعني القارئ العادي بيجي بيقرأ انه الناس ابواب بعضهم البعض والاقفال والمفاتيح. شو الكلام هذا؟ يعني
فإذا توظيف الجنس في هذا العمل كان توظيفا متعمدا، ليس الهدف منه الشيوع والذيوع يعني الانتشار والتسويق. كما ذكرت يعني أنا حاولت هذا الثالوث: الدين، السياسة، الجنس. كالرواية، الرواية موقف نقدي من الحياة، موقف نقدي من السياسة، موقف نقدي من الحالات التشويه أو التشوه الديني أو التوظيف السياسي للأديان، وموقف نقدي أحيانا من الأفكار المتداولة حول الجنس، يعني الأفكار التقليدية والتقليدية من الجنس. في هذا فيما يتعلق بالنقاط التي أثارتها والقراءة التي أثارتها مشكورة الدكتورة هدى. الدكتورة نهال كمان، أنا في غاية السعادة أنه تعرفت عليك دكتورة نهال. ليش؟ لأنه روايتي الأولى وطأة اليقين، إحدى الشخصيات الموجودة فيها كاترين دوينتر، هي سيدة بلجيكية عملت في البنك الدولي 17 سنة، 17، وهي إحدى الشخصيات الروائية المهمة في روايتي الأولى. وحضرتك كمان تبين لي أنه كنت موظفة سابقة البنك الدولي، فهذا التقاطع يعني من المفاجآت الجميلة جدا. هذا أولا. أحيانا القصص يعني الغزيرة وتناسل القصص، الجنس الروائي، وأنت ست العارفين يعني أنه يفسح لنا المجال في أن هذه القصص أن تكون متناسلة، لكن أن تكون مشبوكة مثل شجرة العيلة. يعني القصة ما تنقطع عن القصة الأخرى، لازم هنالك رابط، شيء يربط كل هذه القصص المتناسلة. طبعا هي ليست رواية وثائقية، وكل المعلومات اللي أنا مثلا ذكرتها مش مجبر على أنه نوثقها، يعني أنه المصدر الفلاني والكذا والتفاصيل هي. هذا مش بحث تاريخي ولا رواية وثائقية. في شيء كثير من الشخصيات الموجودة في دار رعاية المسنين كلهم شخصيات متخيلة، لكن هنالك شخصيات أخرى حقيقية. يعني مثلا عبد الكريم قاسم شخصية حقيقية، ملا مصطفى البرزاني شخصية حقيقية، الكثير من الشخصيات مثلا ال ال مين كمان، عائلة جنبلاط عائلة حقيقية. بعض الشخصيات الموجودة في ضمن الرواية، فؤاد بيك جنبلاط مثلا شخصية نزيرة خانم جنبلاط شخصية حقيقية. فيما يتعلق بالأمكنة أيضا في الكثير من تفاصيل أمكنة حقيقية، لكن الغالبية هو المتخيل، سواء التاريخي أو المتخيل الواقعي، اللي احتضن كل هذه التفاصيل الحقيقية. في ما يتعلق بذكر الأسماء، في هذه الرواية 3 حفلات إعدام. أول في دمشق، مجموعة من الجنود يهربون يحاولون الهرب من الجيش العثماني، يعدمون يعني بالخازوق في دمشق. بعدين الإعدام اللي صار بساحة المرجة وبساحة النجمة أو ساحة الشهداء، في بيروت. أنا ما شفت، يعني أنا يمكن جرى هذه المشهدية، أن كل شخص أن أعرف هذا الشخص وكيف، وأحاول يعني أن أحيي هذا الحدث في سياق أدبي، وكيف تعامل مع الموت. تلك اللحظات الحساسة، لحظات الفاصلة ما بين الحياة والموت، حاولت، وأنا شفت نفسي مضطر أو هكذا شفت نفسي. ما بعرف، يمكن يعني لم يكن هذا الخيار في موضوعه كما ذهبت. أنا شفت أنه من الضرورة عندما أنا أتحدث عن مشهد إعدام باتريس لومومبا أذكر
أسماء الشخصيات الموجودة اللي أعدمت في كولومبيا، واللي أعدمت في بيروت، والتي أعدمت في دمشق، وكيف أن جمال باشا كان ينظر إلى مشهد الإعدام من شرفة الفندق، يتأمل الناس وهم يعلقون على أعواد المشانق. شو كمان؟ آه، إذا أنا نسيت بعض الملاحظات الدكتورة نهال، يا ريتك أو الدكتورة هدى يا ريت هذه تذكروني يعني. سؤالي أنا عن آه، التدخل. فيما يتعلق بالشخصيات والراوي العليم، أنه أحيانا الكاتب تدخل. الرواية فعل عمد، فعل العمد في كل التفاصيل، في توظيف المعلومات، في اختيار الأمكنة، في اختيار الأزمنة، في اختيار الجمل، في اختيار فعل عمد سابق أسرار وترصد وتصميم وكل هذه التفاصيل. والفكرة أنا قلتها، أو هي فكرتي، الفكرة أو نقيضها اللي أنا قلتها، أنا حاولت أن أقولها على ألسنة إما الراوي العليم أو الشخصيات والرواة الداخلين في النسيج هذا العمل. يعني أنا يمكن شردت في موضع ما، ويعني انفلت مني الامر. انا لا انفي ذلك، لكني حبذا يعني انه يعني لتوثيق المساله، وهذا مهم بالنسبه لي لكي لا اشرد مره اخرى، ابقى يعني محافظا على ما ازعم بانني اتوخاه، انه الافكار التي اوزعها لا اقولها هكذا يعني، انما اقولها يا اما على لسان الراوي العليم او الشخصيات الروائية التي تتحرك ضمن هذا الفضاء. كمان مثلا شكر الجزيل جدا للدكتورة جيهان أيضا على قراءتها الجميلة والممحصة والواعية، وهي لمست نقاط يعني هؤلاء البشر اللي بطريقة ما تعاملوا مع الاستعمار. الفقر ربما دفع الجزائري للانتساب للجيش الفرنسي، أو للانتساب للجيش الفرنسي في الجزائر، أو للانتساب للجيش العثماني، أو للجيش الجيوش الغرباء، سواء في كركوك، أو في الإنجليز في كركوك، أو الفرنسيين في دمشق في حلب، أو في الجزائر. هؤلاء عندما خدموا اعتبروا من بعد فترة الاستقلال أنه هم خونة ومارقين وأعداء وما إلى ذلك وعملاء من القصص. في هذه الرواية محاولة فتح سؤال، أنه النظر إلى الخلفيات الإنسانية. يعني في الجرائم في القانون هنالك أسباب مخففة لأي حكم. يعني مثلا عندما يعجز المحامي الدفاع في الدفاع عن موكله، فبيحاول يعني يخفف عليه العقوبة بالتماس الأعذار أو التماس يعني الأسباب التي أدت إلى ارتكاب هذا الجرم. فيما يتعلق بالقضايا السياسية والعمل لدى جيوش الآخرين التي احتلت بلداننا، يعني أحرك هذا السؤال في هذه الرواية. طبعا في الروايات الأخرى وفي روايتي الأولى أثرت هذا السؤال، أنه ليش السوريين واللبنانيين لما بدهم يلجأوا يشعرون باللجوء أكثر في أكثر بلد يحتضنهم هو وفرنسا اللي احتلت سوريا ولبنان؟ ليش أغلبية الجالية الجزائرية موجودة في فرنسا اللي احتلت الجزائر؟ ليش المصريين إذا بده يهاجر ويسافر في الأغلب في الأعم بيروح على بريطانيا، ورغم أنه بريطانيا كانت، والعراقيين نفس القصة. يعني دول احتلتنا، دول قمعتنا، دول ظلمتنا، لماذا المواطن العادي عندما يفكر بالهجرة يذهب إلى ذلك البلد الذي احتل بلده في يوم ما؟ هذا سؤال أثرته في الرواية الأولى. شو كمان؟
رفع القداسة عن الزعامات وعن الثورات. أنا في تقديري وذكرت إنه الرواية موقف نقدي من التاريخ ومن الحاضر وإثارة الأسئلة. أنا وظيفتي يعني القداسة لله وللأنبياء، ما عدا ذلك خاضعين يعني خاضعين للنقاش. فكانوا زعماء أو رجال دين أو شخصيات ثقافية أو كذا، دعونا نرفع عنهم القداسة ونحاول نعيدهم إلى الحجم الإنساني لكي نتعامل معهم كبشر. هذه أجدها أنه يعني من المهام اللي يعني منوطة بي ككاتب رواية. شوفي دكتورة جان، صدقيني يعني أنا مش مغازلة لل... للدين المسيحي أو للكنيسة. حاولت أن أقدم صورة نوعا ما يعني أنه رجل الدين المسيحي والكنيسة المشرقية الأرثوذكسية يعني ملتزمة أنه هي أساس الدين المسيحي. وفي أنت على اطلاع على الخلافات ما بين الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت وما إلى ذلك. هل التفاصيل اللي تشبه الخلافات والاختلافات تبعتنا يعني خلافاتنا نحن المسلمين بين الشيعة والسنة وإسماعيلية وهذه التفاصيل. حاولت أن أقدم صورة مختلفة في هذه الرواية عن الكاهن، الرجل الدين، دور المعبد. انه مش بس عند المسيحي، حتى عند الدرزي. يعني هذا الشيخ الدرزي يجد نفسه وهو شيخ العقل وهو شيخ الطريقة، والوجيه فؤاد بيك جنبلاطي يستشير الشيخ يعني في هالحادثة، يعني في حالة معينة كيف نتعامل معها. هذا الرجل أنقذ بنتنا من الموت، فنزوجه ما نزوجه يعني شو نساوي؟ فالشيخ يعني اترك الأمر لله، فهو أحكم مني ومنك. لكن يعني بصراحة الموضوع بحاجة إلى أسئلة الإصلاح الديني. يعني حاولت إثارتها مش بس حتى يعني صراحة في الجانب الدرزي، لكن ضمنا حتى في الجانب المسيحي. ومش قضية مغازلة. إذا بتشوفي الشخصية الأخيرة الذي دائما كان يقال عنه انه رجل دين وقسيس وكذا وهو يرفض ذلك، اخر شخصيه في الروايه اللي مش بس ينسف كل الروايات اللي اخذها توم من دار رعايه المسنين، لا، ياتي الى الروايات الكبرى الموروثه عن الميثولوجيا او السرديه الدينيه قصه هابيل وقابيل، ويضع اسئله حول هذه الرواية أيضا. يعني مش بس الروايات البشر، الروايات اللي أتتنا عن طريق النصوص المقدسة. أجدد وأعيد الشكر دكتورة جيهان فيما يتعلق بما تفضل به الأستاذة حنان ماهر، لها مني جزيل الشكر والامتنان أيضا. صدقيني الموضوع مش استعراض ثقافي، مش يعني أنا مثلا لي علاقة بالكتابة من سنة 2000، 24 سنة أكتب في السياسة، أكتب في النقد التشكيلي، أكتب في النقد السينمائي، أكتب في النقد الأدبي، أكتب شعر، أكتب رواية، أكتب وأقرأ، أخذ وأعطي. وبالتالي عندما أتحدث في موضوع ما ارتجاليا أيضا ينبغي أن يظهر في كلامي أنه هذا الشخص شوي تعبان على حاله. يعني أنت استمعي للناس مش في حواراتهم المكتوبة المحررة، استمعي لهم مشافهة، يعني تكلم لكي أراك. يعني عندما يتكلم زيد من الناس ترين أنه هذا الكلام فيه محمول وقيمة ثقافية ومعرفية، تعرفين أنه هذا الشخص تعبان على حاله. يعني أو شو كيف بدي أقول بالمصري، يعني أعتقد أنه الفكرة وصلت. أنه فعندما أكتب نصا روائيا تلقائيا ستحضر هذه التفاصيل، هذه المعلومات، هذه طبعا اشتغل عليها.
أحاول أن أبحث عن يعني التفاصيل المتعلقة بما يلزمني. منها ما أنا قرأته سابقا، منها ما قرأته مجددا، وأحاول أن أخلط هذه العجينة وضمن سياق سلس روائي أوصله للآخرين. مش يصير عندي احتباس، أنا يعني أقرأ ولا أعطي للناس، فحختنق يعني في الموضوع ده. فمش استعراض، ده مش يعني عضلات ثقافية واستعراض ثقافي. أنا لا أسميه هكذا، أنا أسميه المحتوى المعرفي للرواية، المحتوى التي يعني فيها أسئلة، فيها أفكار. أنا وظيفتي في هذه الحياة أن أقنعك بفكرة في لحظة ما، ثم أقنعك بنقيضها في لحظة ما، ثم أعيدك لنفس الفكرة في لحظة ما. كل ذلك في سياق بضع صفحات من الرواية. إذا نجحت بالتلاعب بالافكار وبالمشاعر القارئ عبر نص روائي، فهذا يعني انني حققت او خطوت بعض الخطوات نحو التاثير، القوه التاثيريه للنص، القوه التاثيريه النفسيه، القوه التاثيريه التصويريه، القوه التاثيريه التخيليه، والقوه التاثيريه المعرفيه. يعني ان كان هذا النص حمالا لهذه القوات التاثيريه، فهذا يعني انني يعني ابليت بلاء حسنا واجتهدت، ويعني في هذا المسعى. الغلاف لفتة ذكية منك أستاذة حنان، يعني حنان ماهر. أستاذة حنان، أنت بتعرفي أنه معنى هوشنك المعادل اللغوي العربي كمان معناه ماهر؟ يعني طلعنا أقارب فيما يتعلق بتقاطع اللغات في المعاني. هوشنك المعنى تبعه بالعربي ماهر. فالغلاف والتناول اللوحة تناول ذكي. وإذا بترجع إلى الخط المبني للمجهول والتشابك، الظل المنشيت أو العنوان العريض والظل أيضا، هذا التشابه يوحي يعني أو يحاول أن يخلق إيه العنوان ده، يعني مبني للمجهول مأخوذ من قاموس النحو العربي، وعنوان لنص روائي. ده يعني ده أول تساؤل يخلقه العنوان عند القارئ، ونقطة من أول السطر، يعني أنه دع كل ما جرى يعني جانبا وابدأ، حيثما تنتهي يمكنك أن تبدأ. وهذه أي النقطة يعني أشارت إليها الدكتورة جيهان في معرض قراءتها للرواية، أنه دائما البداية على حق. دائما في النقطة التي ننتهي منها هي تصلح أن تكون نقطة بداية لقصة أخرى، لحياة أخرى، لسردية أخرى، لتجربة أخرى. فإنه كل هذه التفاصيل حتى ولو كانت مبنية للمجهول، نقطة من أول السطر، ابدأ من جديد. يعني الفكرة حاولت أن أقولها. يعني مستويات اللغة، نعم. الأستاذة حنان، في رواياتي الأخرى أيضا تحضر اللغة الشعرية لأنني شاعر أو أكتب الشعر، يعني تحضر اللغة الصحفية لأنني أنا مارس العمل الصحفي، تحضر اللغة أحيانا التراثية لأنه أنا كتب تراث، تحضر اللغة الصوفية لأنه أنا قرأت يعني النصوص المتصوفة، وقرأت لمحمد محي الدين بن عربي ولابن الفارض وللجنيد والحلاج وترجمات جلال الدين الرومي والشيرازي، قرأت. فهذا أكيد سيتسرب إلى اللغة التي أكتب بها، لكن لا أترك لغتي هكذا يعني تعبر عن نفسها في الحالة التي ينبغي أن تعبر عن نفسها كلغة صحفية تماما. على ألسنة رجال الدين تعبر عن نفسها بالطريقة التي يعبر بها رجال الدين، يعني المستويات اللغوية. نعم. وأكرر يعني هذه المرة الأولى على ما أعتقد، وأتمنى من اللي بيشاهدوا الحلقة لاحقا أيضا أن يفيدوني. هذه أول مرة يتم فيها توظيف اللغة الكردية واللغة السريانية في رواية مكتوبة باللغة العربية. هذا أيضا نوع من يعني التجريب
والتطعيم والتنويع اللغوي ضمن الرواية. الأستاذ جورج، فيما يتعلق بموضوع الجنس أنا أعتقد أنه يعني علقت في هذا الخصوص. سؤال هذا كمان أجاب يعني أستاذ أحمد عليه، دكتور أحمد، وأعتقد الدكتورة جيهان ودكتورة هدى أيضا، عطفا على ما تفضل به كل المتداخلين، أنه من حق الروائي أن يعبر عن موقفه وآرائه وضمن النسيج الروائي. أنا يعني الرواية ليست رواية كردية حتى 100% حتى أقول أنه أنا منحاز لقوميتي أو لأرومتي أو لما هويتي القومية. وحتى لو انحازت، هذا ليس عيبا، يعني مثل ما بينحاز العربي للقضايا العربية، ينحاز السرياني للقضايا السريانية، هذا ليس مطلبا وليس عيبا. لكن الرواية ونصوص الروائية التي كتبتها لا تشي بذلك. الأكراد تفصيل، هذا على مستوى الخلفية القومية. فيما يتعلق بالمسألة الدينية والإسلامية، أنا لا أهاجم الإسلام ولا أهاجم الأديان، لكن أطرح الأسئلة أمام المتدينين، مسلمين ومسيحيين ويهود ودروز وشيعة وسنة، أن يراجعوا تراثهم في هذا الخصوص. وهذا ليس يعني من باب الحالة الضدية أو الرافضة أو الطاردة أو الكارهة للأديان، لا. واقول يعني عن نفسي انه انا اتي من اسره مسلمه، ومثل ما قال الدكتور احمد، نعم يعني سنيه، لكن هذا ابدا لا يخلق لي لدي، ربما لانه الطفوله، المنشا، انه البلده اللي انا كنت فيها كانت متنوعه، سريان وارمن واكراد وعرب، هذا والعائله ايضا، يعني مستوى العلاقات العائليه واسرتي انا، يعني اغلب العلاقات، ابي اعز اصدقائه كانوا مسيحيين. يعني فهل المستويات تخلق عندي حاله من المرونه يعني؟ فانا اذا تحسست شوي او مثلا اذا تحدثت عن مساله الكرديه، يعني انه انا يعني متخندق في في الخندق الكردي ومناهض للعرب او للسريان او للارمن، ما في هيك شيء، او للاتراك. الدكتورة هدى ذكرت في هذا الموضع، يعني أنا لست ضد العثمانيين ولا الأتراك، أنا ضد ظلم العثمانيين. أنا لست ضد الكرد، أنا ضد ظلم الكرد إذا تحولوا إلى ظالمين. أنا لست ضد السريان، لكن أنا ضد ظلم السرياني إذا يعني ظلم أخوه السرياني أو ظلم جيرانه أو يعني أنا أفترض يعني، فأنا ضد من يظلم حتى ولو كان أبي، وأحاول قدر المستطاع يعني أن أعبر عن ذلك في نصوصي الروائية، بحيث تكون جامعة، بحيث تكون عاكسة لهذا التنوع الذي نعيشه سواء في أوطاننا أو في مهاجرنا. أكتفي بذلك وأكرر الشكر، وإذا في أسئلة أخرى أنا جاهز. لو في أسئلة يبقى السؤال اللي يطرح في دقيقة والإجابة في دقيقة. معلش، حنان، أستاذة حنان. هو بس تعليق سريع، هو مش سؤال. أنا سعيدة أولا إن بقى اسمي حنان هوشنك، ده في البداية. مادام حنان ماهر يبقى هوشنك بمعنى ماهر، يبقى أنا بقى اسمي حنان هوشنك، ده حاجة كويسة يعني. الفكرة لما قلت إن في سياق كلامي عن الثقافة قلت إن هي فرد عضلات، فده مدح إن حضرتك عندك عضلات ثقافية وحبيت تكتبها في الكتاب. ده مش العكس، إنما هي كانت في سياق المدح. وكمان أنا من ضمن الحاجات اللي لفتت نظري جدا في الرواية الكتابة السريانية والكتابة الكردية، لأن يعني نسبيا نادرة ما بنلاقي الحاجات دي، فأنا دي حاجة تحمد ليك، وبالتوفيق دايما يا أستاذ هوشنك، وسعيدة والله إن أنا موجودة معك. واشكر ألف شكر. الأمسية الجميلة، وطبعا أشكر النقاد الأجلاء الدكتور أحمد، وأتمنى الدكتور أحمد. يا أستاذ رضا، ممكن توضيح صغير؟ اتفضل، بس دقيقتين من فضلك. إن شاء الله، لا إن شاء الله أقل من دقيقتين.
أستاذ هوشنك، أنا لما اتكلمت عن مسألة الكتابة في كلامك عن الكتابة في رواية الأفغاني السماوات قلقة، ومسألة الكلام عن الكتابة في رواية مبني للمجهول، لم أقصد أن ذلك عيبا، وهو ليس عيبا، إنما لا لا، هو تطور أو وأنا لم مرور أرد. بحالات مختلفة يمر بها الإنسان ككاتب، يعني أحيانا يقبل وأحيانا ينزعج، يعني أحيانا طبيعي كإنسان يعني. هذا الأمر الآخر مسألة الجنس، لعلك فهمت كلامي خطأ. أنا لم أقصد أنك أو أنا لم أقل حتى هذا، وإن كان فهم هذا من كلامي فهو خطأ. لا أقصد أنك من كلامك عن التفصيل في الجنس أنك تريد انتشار الرواية أو شعبية أكثر للرواية، هذا لا أقصده، لأني يعني لا أظن أن الرواية يمكن أن تكون في العصر الذي نحن فيه دعاية للجنس، يعني لا أقصد هذا مطلقا، وإنما قصدت مراعاة الثقافة، لأنك تكتب باللغة العربية فلا بد أن تراعي الثقافة العربية. وإنتاجك الأدبي أظن في مرحلة قريبة ربما يكون عرضة لأن يكون محل دراسة علمية، ماجستير أو دكتوراه أو ما شابه ذلك. فربما تكون بعض الفتيات أو السيدات ترغب في عمل دراسة عن عمل روائي لك أو عن أعمالك الروائية، وبعضهن يتحرجن حرجا شديدا. فقط يعني لو أنا أكلمك عن أنك تكتب في أوروبا لا يمكن أن أقول لك هذا الكلام، لكن قارئك عربي أو قارئتك عربية، فهذا ما أردت أن تراعيه في بعد الكتابة في حين تكتب عن الجنس. لا داعي للتفاصيل، يعني برشاقة أسلوبك تستطيع أن يكون هذا الكلام مجملا. أما مسألة وجود التنص هذا أمر طبيعي، يعني عنترة كان يراعي من مسألة التنص هذه وقال هل غادر الشعراء من متردمي، فطبيعي يكون فيه تنص عندك. أما مسألة الهجرة فالحقيقة هي أمر محير، يعني الآن يكون الإنسان أحيانا عرضة لظروف في وطنه، هو بين نارين، يعني هل ينجو بنفسه أم يموت مع بني وطنه؟ يعني قد لا يكون، يعني هل وجوده في وطنه مفيد؟ هل لو لم يغادر، لو لم يهاجر، هل سيكون هذا مفيد؟ هل ينجو بنفسه ويكون الثمن فادحا؟ يعني هو ينجو بنفسه لكنه. دكتور أحمد معلش، طيب أعتذر كنت عطلت. متأخر جدا وهي تمام يا أستاذ رضا. ألف شكر. دلوقتي الساعة 1 تقريبا، فوقت تأخر للغاية، معلش، فنلتزم تمام يا أستاذ رضا. معلش أنا آسف. ممكن تديني لو سمحت دقيقة بس أرد بيها على أستاذ هوشنج. هو كان توقف عند يعني بعض النقاط التي توقفت عندها، ومن هذا. نعم. بدون تعليق هوشم. بدون تعليق هوشنج. لا، هوشم ما يعلقش عليكم يعني، خلاص. لا لا لا، خلاص أنا اكتفيت خلاص. اتفضل يا دكتور. طيب ماشي. يعني أنا دائما عندي قناعة أن كل إنسان عندما يكتب جزءا من روحه في كتاباته، ولا يمكن أبدا أن تنفصل كتابة الإنسان عن شخصيته مهما كان. يعني أنا هكذا أرى وهكذا أنا أقتنع، ولذلك يعني أنا خلال قراءتي للرواية كنت أرى آراء هوشنج وأفكاره، أو هكذا كانت توقعي. حتى اني يعني بعض العبارات التي استوقفتني كتبتها، يعني انا كاتباها حتى على النوتة اهي معايا. هذه العبارات التي جاءت على لسان الراوي انا اتوقع ان هي تجسد فكر الكاتب، مثلا هكذا هي طبائع نعم. هذا ليس مسلبة ولا عيبا، هو صح، مفيش مشكلة. نعم. بس خليني اكمل فكرتي. هكذا هي طبائع الحرب، رياح مثلا عمياء مجنونة وهوجاء تضرب خبط عشواء. مثلا لأن عين قلبه التي كانت تزرف بغزارة عين القلب إذا زرفت عين الرأس تتوقفان. يعني بعد للقدر كلمته التي لا يعلو عليها، الحب كلمة القدر الأولى والأخيرة. مثل هذه التعليقات جاءت من الراوي عقب كل مشهد من مشاهد الرواية. كان هناك تعليقا يشمل يعني معنى حكمة أو فلسفة يعني تجسد خلاصة هذا الموقف.
فدائما يعني أرى أن هذا يمثل خلاصة فكر الكاتب، وهذا ليس عيبا. ولذلك أنا يعني أحيانا بعض الكتاب عندما يريدون أن يتملصون مما يكتبون يقول هذا إبداع بعيدا عن شخصيتي. لا، أنا أرى أن كل إبداع هو جزء من شخصية الكاتب. مستحيل أن الكاتب يكتب شيئا بعيدا عن يعني ثقافته وقناعاته وشخصيته. يمكن طبعا أن يخلق الخيال من خلال يعني نسج الحكاية والقصة، ولكن يعني يبقى جزء من روح الكاتب تظهر، وفلسفته وشخصيته. فأنا يعني دائما أرى شخصيات الكتاب من خلال كتابته. بس شكرا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا على هذه الأمسية الرائعة الماتعة حقيقة، من الأمسيات التي تبقى للذكرى. بشكر الجميع، وبتمنى إن شاء الله يعني تشرفونا في أمسيات قادمة. احنا يوم 26 يعني تقريبا بعد 6 أيام لدينا أمسية ثقافية أدبية بعنوان أدب الذكاء الاصطناعي، البداية والتحول. إن شاء الله أتمنى كلكم تحضروا، لأنها تكون زي كده مستديرة منفتحة على الجميع بدون ضيوف، كلنا ضيوف إن شاء الله يعني، وكل واحد يقول رأيه في الذكاء الاصطناعي وأدب الذكاء الاصطناعي يوم 26 القادم. شكرا جزيلا للحضور، شكرا هوشم، ألف شكرا ألف للأصدقاء شكر. النقاد، ألف شكر. أصدقائنا الكتاب، تصبحوا على خير. ألف شكر. تصبحوا على خير. شكرا لكم جميعا. تصبحوا على خير. تصبحوا على كن خير. على خير. السلام على على خير خير. إلى اللقاء إن شاء الله. إن شاء إن الله. شاء الله. إلى اللقاء.